السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب تالتة إعدادي، عاملين إيه يا أبطال؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير. بعد ما خلصنا مراجعة الوحدة الأولى ومراجعة الوحدة الثانية وكنا عند حسن ظنكم بالظبط، خلصنا لكم مراجعة المراية والعدسات كلها في ساعة ونص بفضل الله، ثم مش عارف أقول بفضل مين، بس يعني الحمد لله. فموعدنا دلوقتي مع مراجعة الوحدة الرابعة، مراجعة وحدة الأحياء. طب هتعمل إيه يا مستر؟ برضه نفس الكلام، أنت شايف تحت أهو تقريبا ساعة ونص، برضه نفس الفكرة. ساعة ونص نخلص فيهم كل حاجة بإذن الله، ونخلص المنهج وننتظر المراجعات النهائية ومراجعة ليلة الامتحان اللي بإذن الله لن يخرج عنها الامتحان، وهتبقى مراجعة أسئلة، مراجعة شاملة كاملة وافية جدا جدا جدا. فلو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل شير. طبعا ما تعملش دلوقتي، يعني استنى في النص انا هفكرك. لو لقيت الدنيا تمام معاك وان شاء الله هتبقى تمام، اعمل يا باشا وما تستناش او ما تبخلش علينا بالكلام ده كله. فلو انت جاهز فانا جاهز، سمي الله كده وصلي على سيدنا محمد ويلا بينا نبدا. طيب يلا بينا نشوف، بس احنا الاول احنا وصلنا لفين يا مستر دلوقتي؟ احنا دلوقتي في مراجعه الوحده الرابعه، تمام؟ الوحده الرابعه يا مستر كانت بتتكلم عن كام درس؟ قال لي والله يا استاذ الوحده الرابعه عندي فيها درسين. درس بتكلم فيه عن حاجه اسمها الانقسام الخلوي. كلمه خلوي جايه من كلمه خليه، وانقسام جايه ان الخليه هتنقسم. طب هتنقسم تديني كام؟ تقول لي يا مستر انا منطقي خليه تنقسم تديني 2. اقول لك جميل، ده قبل ما نخش الدرس دوت. طب دلوقتي لا، ممكن تديني 2 وممكن تديني 4. طب ايه حوار الاربعه دول يا مستر؟ مع الشرح هتعرف. طيب تاني حاجه يا مستر حاجه اسمها التكاثر. احنا يا استاذه ويا استاذ في ثانيه اعدادي خدنا حاجه اسمها التكاثر في النبات والتكاثر في الانسان، وعلى فكره كان كافي جدا جدا جدا. لكن دلوقتي احنا هناخد التكاثر في انواع كتير من الكائنات الحيه. الكائنات الحيه مش انسان وحيوان ونبات بس، لا، هنعرف ان في حاجه اسمها طحالب، في حاجه اسمها بكتيريا، في حاجه اسمها هيدرا، في حاجه اسمها فطريات المشروم، يلا مش عارفه ولا ايه؟ فطر عفن الخبز. عفن الخبز ده اللي هو الاخضر اللي بيطلع على العيش لما بيتبل، هو ده يا باشا الكلام. فاحنا خدنا الكلام بتاع القديم بتاع تاني اعدادي، هناخده تاني نهوت على فكره في عمليه اسمها الاخصاب، وهناخد بقى حاجه اسمها انواع التكاثر. اصل التكاثر ده مش نوع واحد، التكاثر ده نوعين، تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. جميل ماشي. طب يا مستر ايه الدنيا بقى فيهم؟ والله يا ابني اسهل من السهوله، اقسم لك بالله، والدرسين اصلا مرتبطين ببعض. عارف المرايه والعدسات؟ لو فهمت مرايه تفهم عدسات، او نفس الفكره تقريبا. يعني لو فهمت الانقسام الخلوي ده الاساس، هما بيكملوا بعض، مش معاكسين لبعض. الانقسام الخلوي بيكمل التكاثر، تمام؟ تمام. كنا بنبدا يا مستر بيقول لك ان جسم الانسان او جسم الكائن الحي عموما بيتكون من شويه اجهزه، زي الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، الجهاز الدوري، اجهزه كتير. طيب كل جهاز من دول، امسك الهضمي لقيته ان هو بيتكون من اعضاء، كل عضو بيتكون من مجموعه من الانسجه. طب النسيج الواحد بيتكون من مجموعه من الخلايا. تعال بقى على الخلايا، قلت لك ان الخليه هي الوحده البنائيه للكائن الحي، وحده بنائيه ووحده وظيفيه، يعني اللي بتبني الكائن الحي هي اساس بناء الكائن الحي، زيها زي الذره بتاعت الماده، وبرده هي اللي بتقوم بجميع الوظائف الحيويه. زي ايه الوظائف الحيويه؟ التنفس، الحركه، الهضم، كل حاجه. طب يا استاذ الخليه بقى ديت، هل انا جسمي دوت في خليتين ثلاثه؟ لا، مبدئيا انت جسمك عديد الخلايا، يعني في مليارات الخلايا او ملايين الخلايا، في خلايا كتير جدا. تتوقع ان جسمك ده كله يا انسان او يا حيوان او يا نبات يبقى نوع واحد من الخلايا؟ قال لي لا، الخلايا في جسم الكائن الحي 3 انواع. قلت له تمام سليم، يلا يا عم وريهم لي. قال لي انواع الخلايا، اول حاجه وتاني حاجه. تقول له يا مستر ايه ده؟ اول وتاني ايه؟ هم انت مش لسه قايل لي حالا من 5 ثواني ان هم ال3 انواع؟ اهدى واركز كده، تقلقش، هنشوف ال3 دلوقتي. قال لي يا مستر اول نوع، انا هكتب الانواع باللون الاسود. اول نوع بنسميه خلايا جسديه. تاني نوع بنسميه خلايا تناسليه. لا ما انا بقى صلي على النبي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. تناسليه. تقول لي يا مستر ماشي برضه، فين التالت؟ اهدى واركز. قال لا يا استاذ طيب مين الخلايا الجسديه؟ انا ما بحبش بصراحه اشرح الخلايا الجسديه دي الاولى،
انا بحب اشرح الخلايا التناسليه كده يا باشا ونفصصها. طب هم كام خليه تناسليه او كام نوع؟ 3 انواع. قصدك تقول لي يا مستر ان جسمي انا كانسان في 3 انواع من الخلايا التناسليه؟ لا يا صاحبي انا ما قلتش كده، انا قلت هم 3 اشكال او 3 حاجات هنعرفها، ومش في الجسم الانسان بس، لا ده انسان وحيوان ونبات. تعال نبص. قال لي احنا بنقولنا بنتقسم ل3، 1 2 3. اول حاجه بسميها خصيه، الثانيه موتوك، الثالثه مبيض. تقول له يا مستر بس في الكتاب كان مكتوب خصيه مبيض موتوك. قلت لك بقى انا ما بحبش انا نقش الكتاب دوت. هو يا عم موجود كده والكلام، انا بحب يا باشا اقولها بطريقتي، تمام؟ فيعني اكتبها كده ورايا. انت بتكتب ولا ما بتكتبش؟ لازم تكون بتكتب، تمام؟ فاكتب معايا الله يرضى عليك. قال لك يا مستر طيب يبقى انا كده عندي 3 حاجات، خصيه موتوك مبيض، ماشي. عايز ايه كمان يا استاذي؟ قال لك بص بقى يا صاحبي، الحته دي خطيره جدا جدا جدا، لازما تعرف مكان كل واحده من دول، ولازما تعرف الاسم الثاني. ايه الاسم الثاني؟ انا واثق ان انت ذكي جدا وذكي كفايه اللي انت تعرف ان كلمه مناسل قصدي بيها خلايا تناسليه. والله العظيم والله العظيم. يبقى تاني يا عم، الخلايا التناسليه دي ممكن على اسمها ايه؟ اسمها مناسل. وخلي بالك ان المناسل دي نوعين، يا مذكره يا مؤنثه. يعني الانسان عنده مناسل مذكره ومناسل مؤنثه. طب النبات نفس الكلام، طب الحيوان نفس الكلام. بس خلي بالك بقى، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك والنبي، الله يرضى عليك مرتين. الانسان يساوي حيوان. ايه يا مستر الكفر اللي انت فيه ده؟ انت قصدك تقول لي ايه؟ انا بقول لك ان الانسان يساوي حيوان. لا مش فاهم، انت قصدك تقول لي ان الانسان اصله حيوان؟ لا انا ما قلتش كده، اوعى تاخد كلام من بقي وانا ما قلتوش. انا بقول لك ان الانسان بيساوي حيوان، يعني لو قلت انسان يبقى انسان وحيوان. تقول لي ازاي؟ انا يا جماعه اقسم لك بالله انا زهقت من الشرح والله العظيم. يعني يا عم لو جبت نبات ملوخيه وجبت ارنب، هل حضرتك لونك اخضر زي الملوخيه؟ لا، لونك مش اخضر زي الملوخيه. الملوخيه مزرعه، هل حضرتك مزرع؟ لا برضه. تعالى بقى على الارنب، بص كده، ده عنده بق، مناخير، عينين، ودان، في شعر، عنده اطراف، بيتنفس، بياكل، بيشرب. فاهمني؟ في اي حته في الدرس اقول لك الخصيه في الانسان، انت تترجم على طول ان انسان وحيوان. كلام سليم، كلام سليم يابا، هو معاك. يلا بينا. قال لي يا دكتور دي كده ما مش هينفع، ما انا كده مش هينفع. دول كده اسمهم مناسل. طب الخصيه موجوده فين؟ موجوده في ذكر الانسان. جبتها، انا قلت انسان يبقى انسان وحيوان. طب نكتب اهو ذكر الانسان. طب المنتج موجود في ذكر النبات. طب المبيض يا مستر موجود في الانثى، واحنا اتفقنا ان الناس كلهم شبه بعض. تقول لي نكديين انا عارف، لا شبه بعض بجد، شبه بعض في حته واحده اسمها المبيض. يعني مثلا ايه اللي يجمع بين انثى الانسان وانثى الارنب وانثى الملوخيه؟ المبيض. والله كلهم عندهم مبيض، باختلاف طبعا الشكل وباختلاف النوع وباختلاف التركيب وباختلاف كل حاجه، بس الانثى عندها مبيض. انهي انثى؟ كلهم عندهم مبيض. لكن احنا يا باشا لا، احنا انسان وحيوان عندنا خصيه، نبات عنده موتوك. جميل جميل. قال لي خلي بالك بقى ان دول كده كانوا بيدوني حاجتين او 3 حاجات كمان. مستر مين بقى دول؟ قال لي الخصيه دي من تانية اعدادي كانت بتديني حاجه اسمها حيوانات منويه. طب الموتوك كان بيديني حاجه كده اسمها حبوب لقاح او لقاح. المبيض كان بيديني حاجه اسمها بويضات. خلي بالك ان الكلام ده كله دول كده ما قصدي بيهم المناسل. ايه؟ انا المناسل قصدي بيهم اللي فوق، اللي هم 1 2 3. ما عدا ذلك اللي تحت دول النوع الثالث اللي قلت لك هكتبه باللون الاسود. فاهم؟ ما انت نسيت، شكلك نسيت اللي احنا عندنا 3 انواع. قال لك ما هو النوع الثالث يا صاحبي؟ قال لي عد معايا. ايه هو؟ مش الاسم واحد ده ليه 3 اسامي؟ ده انت مش هنا. قال لي اول حاجه اسمها خلايا جنسيه. تاني حاجه اسمها امشاج. وخلي بالك ان الامشاج اكتر حاجه بتتقال. الامشاج المذكره تقول لي مثلا حيوانات منويه، ده لو في الانسان. الامشاج المذكره في النبات حبوب اللقاح. فكلمه الامشاج دي اكتر حاجه بتتقال. طب مين بقى اصلا اللي مش بنقولها اصلا؟ مش بنقولها ازاي يا مستر؟ يعني هي مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه يا باشا، اي حاجه بقولها لك مهمه ان شاء الله، يعني ما تقلقش. الحاجات اللي مش مهمه مثلا بره المنهج اقول لك لا دي بره المنهج،
او مش هتلاقيها قدام مثلا الترم الثاني او الدرس اللي جاي، لكن دي مهمه احفظها معايا برضو من دلوقتي. قال لي يا مستر في حاجه كده اسمها جميتات. هو صراحه بحب اقولها جميتات، مش عارف ليه، يعني بحب اقولها بالطه، بس هي اسمها جميتات. تمام؟ يبقى تاني يا عم. ايه ده؟ قال لك والله يا استاذ ان الخلايا الجسديه وعندي خلايا تناسليه، والخلايا التناسليه بتجيب لي الخلايا الجنسيه. حلو حلو جميل. انا عندي كام خليه تناسليه؟ 3. خصيه مبيض، خصيه مطق مبيض. عندي كام خليه جنسيه؟ حيوانات منويه، حبوب لقاح، بويضات. طب يلا مين بيجيب لي مين؟ هل الخصيه بتجيب لي حيوانات منويه ولا العكس؟ لا مركز، مش العكس، ده الخصيه تجيب لي حيوانات منويه، حيوانات منويه بتيجي من الخصيه ما بتجيبليش خصيه. طب المبيض يجيب لي بويضات، طب المطق يجيب لي حبوب لقاح. تمام؟ حلو الدنيا جميله. تقول له يا مستر لما كده دول عددهم كام؟ 6. طب انا ما خدتش حاجه في الخلايا الجسديه، هي ما فيش خلايا جسديه عندنا الترم ده؟ لا ده انت عندك، ده انت كل حته في جسمك خلايا جسديه ما عدا ال6 دول. لا مش قصدي جسمك يعني، بس قصدي في جسم الكائن الحي. عد معايا كده يا صاحبي معلش كده باللون الاخضر. 1 2 3 4 5 6. عددهم كام دول؟ 6. خلايا جسديه اي حاجه ما عدا ال6. يعني بص كده، اي حاجه مش مكتوبه هنا هو تبقى خلايا جسديه. طب يلا يا باشا انا هقول لك وانت قول لي جسديه ولا لا. الخصيه دي جسديه؟ تقول لي خصيه ايه؟ ده اول واحد، انا اول ما بخش كده في التناسليه بلاقيها في وشي، فاكيد دي مش جسديه، دي تناسليه او مناسل. طب الموتق تناسليه، طب المبيض تناسليه، مكتوب في ال6 خلاص ما مش جسديه. طب بص كده، الجلد، هل الجلد موجود في ال6؟ لا، يبقى خلاص دي جسديه، يبقى اكتب لي الجلد يا عم. نكتب كده كام حاجه كده بسيطه عادي يعني. الجلد. طب بقول لك ايه، الشعر مش موجود يبقى جسديه. الكبد، اكتر حاجه بتيجي الكبد ده. حلو. البنكرياس، جميل برضو بيجي كتير. طب بص بقى الحته بقى اللي هنضرب بعض فيها دي، الرحم. تقول لي الرحم تاني اعدادي كان جهاز تناسلي انثوي، جهاز تناسلي ورحم، يبقى دي خلايا تناسليه. غلط غلط غلط. لا يا مستر يا ابني بص على القاعده، انا قلت الخلايا الجسديه ليها قاعده، اي حاجه ما عدا ال6 ايا يكن، ان شاء الله يكون لي الرحم قناه فالوب. ايه ده قناه فالوب مش من ضمن الجهاز التناسلي يا ابني؟ موجوده من ضمن ال6؟ لا، يبقى خلايا جسديه. طب بص كده يا صاحبي، عايز ايه يا مستر؟ الرحم جسدي صح ولا غلط؟ صح. طب لو قلت لك الرحم تناسلي؟ غلط. خليك فاكر الحته دي، والنبي بيجيبها. الرحم جسدي جسدي جسدي، هو جسدي وبالثلاث، عشان والله عملت لهم كده في السنتر عشان سالتهم تاني بعدها تناسلي يا مستر، وانا بقى شديت في شعري اكتر ما هو مش دول. طيب نيجي بقى مستر للPDF الجامد دوت ونسمي الله كده. عايز تاخد سكرين خد سكرين يا صاحبي. تمام؟ ملحوظه على جنب بس، نكمل حته بس كده عشان ايه انت بقيت عارف اصلا احنا بنراجع. فانا عندي حاجه اسمها اجسام خيطيه في النواه اسمها الكروموسومات، ليها عدد. حلو. عددها في الخلايا الجسديه والتناسليه يختلف عن عددها في الخلايا الجنسيه، بمعنى ان يا استاذ الجسديه بيبقى فيها 2 نون، وده بسميه عدد كامل او عدد زوجي او العدد الثنائي، بالبلدي كده عدد زوجي. تمام؟ طب الخلايا التناسليه قال لي تساوي الخلايا الجسديه، يبقى برضو 2 نون، عدد كامل. يخرب بيتك عدد كامل او عدد زوجي. لكن بقى من المفاعيس اللي ما بياخدوش العدد الكامل، بياخدوا نصف العدد. قال لي ال3 المفاعيس دول 1 2 3 اهو دول كده بيحتوي على ايه؟ نصف الماده الوراثيه. لا فهمني، يعني لو كبد الانسان عنده 46 كروموسوم، اهدى، كبد الانسان ده خلايا جسديه عشان مش موجود من ضمن ال6 يبقى عنده 46 كروموسوم، يبقى 2 نون يا استاذه، يبقى 2 نون يا بيه. طب التناسليه زيك زيهم، لو عندك هنا 46 يبقى عندك هنا 46. التناسلي اللي هي الكبد مع الخصيه. لكن في الذكر حيوان منوي حضرتك، لا ده كده يبقى نون 23. فهنا بس ناخد قاعده، اكتب الملحوظه دي عندك هتفيدك جدا جدا جدا. كل خلايا جسمك لو انت مذكر 2 نون ما عدا الحيوانات المنويه.
دي بقى المفروض اللي هي تجميع، فاهم؟ انا جمعتها لك يا عم، بقول لك دلوقتي كل الخلايا اللي في جسمك لو انت ذكر انسان او حيوان 2 نون، ما عدا حيوانات منويه. كل الخلايا اللي في جسمك لو انت انثى انسان او حيوان برضو كلام نفس الكلام 2 نون، ما عدا البويضات. حد بقى بنت بقى كده على الحيوانات المنويه يا بنتي، بقول لك في الانثى، في الانثى مبيض بويضات. جميل. طب لو انت يا عم يعني نبات، كل الخلايا اللي في جسمك جذر ساق اوراق بذور 2 نون، عدد ثنائي ما عدا حبوب اللقاح لو انت ذكر، وما عدا البويضات لو انت انثى. ايه ده؟ هي مش البويضات دي في ما احنا اتفقنا المبيض في كله، بويضات في كله. جميل جميل. طيب قال لك يا صاحبي تعالى بس نعمل كده ايه، مقارنه سريعه لطيفه جدا. ممكن بس نعمل دي كده، انا همسح. خدها بقى. تمام. طبعا زي ما قلت لك بي دي اف دوت، تخش يا باشا تكلمني على الواتساب تقول لي يا باشا انا عايز البي دي اف الجامد دوت، هقول لك اتفضل، والموضوع ببلاش جدا خالص يعني، عشان في ناس كتير بتخش تقول لي كدابه منصه، دي منصه وهتخش هات 50,000 جنيه ايه يا عم الحاجات دي يا عم، يا عم الكلام ده احنا ابسط من كده بكتير يعني. صليت على النبي، اهم حاجه بس ادعي لي، بس دي اهم حاجه يعني. ادعي لي يا عم، اعتبر ان الدعوه ديت هي الثمن. تمام؟ وانا مرضي وانت كمان مرضي ان شاء الله. قال له مستر بسم الله، الخلايا الجسديه قال لي هي جميع خلايا الجسم ما عدا خلايا المناسل. لا زود عليها كمان، تقول لي خلايا المناسل وايه كمان؟ والجنسي او والامشاج. حلو. طب الخلايا التناسليه هي خلايا المناسل اللي هي اعضاء التذكير والتانيث فقط، اللي هي ايه يا مستر؟ خصيه مطق مبيض. جميل. قال الخلايا الجسديه تحتوي على العدد كامل. كامل ده اللي هو ايه؟ 2 نون. تحتوي على نصف العدد. ايه ده يا مستر؟ ثانيه بس، هي لا هنا برضه تحتوي على العدد كامل يا باشا، انا اسف دي غلط. تحتوي على العدد كامل، هو انا هنا قصدي على الخلايا الجنسيه بس، يعني ان شاء الله خير. طيب يبقى تحتوي على العدد كامل مجموعتين متساويتين من الكروموسومات، احداهما موروثه من الاب والاخر موروث من الام. يعني الجسريه دي يا جماعه الكبد، انت 46 انا اهو 46، 23 من ابوك و23 من مامتك. تمام؟ حتى كل واحد بيشارك بايه؟ بالنص. طيب قال لي تحتوي على نصف العدد، لا تحتوي على عدد كامل، دي الخلايا التناسليه. الموجوده الخلايا الجسريه او التناسليه. بص يبقى بص، اكبر مثال ان يقول لك ان دي غلطه، اني قايل لك هنا جسديه او تناسليه، فالمفروض ان هي دي كده تبقى ايه؟ جنسيه. بس تعالى كده، قال لي الخلايا الجسديه تنقسم انقسام ميتوزي. لا تعالى بس كده، انا عندي الانقسام نوعين، ميتوزي وميوزي. قول لي يا مستر الملخص المفيد، يعني فاهم اللي بيجي في الامتحانات كده لحد ما نشرح. قال لك يا عم لو دي خليه، في الاغلب دي خليه كبد، بتبقى 2 نون عشان دي خليه كبد. 2 نون دي بقى لو انت في الانسان هيبقى 46، انت فاهم؟ لما تيجي تنقسم لي لاثنين، خليتان جديدتان جسريتان بكل منهم نفس عدد الكروموسومات او نفس الماده الوراثيه. يعني برضو هنا كام؟ هنا 2 نون وهنا 2 نون. تقول لي ده مش عدل، ازاي تعمل لي كده وتتاثر؟ ازاي 2 نون يا استاذ لما تنقسم تديني 2 نون و2 نون؟ هل ده منطقي يا حكومه؟ لا ده مش منطقي. ما انت بقى مش مذاكر. ما احنا المفروض بنعمل حاجه اسمها الطور البيني، هنقوله كمان شويه. المهم يعني ان الاثنين نون دي قبل الانقسام مباشره ما بتبقاش 2 نون، بتبقى 4 نون. يعني هي عموما يا مستر 4 نون؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت هي 2 نون قبل ما اخش في الانقسام. بص داخل الانقسام اهو بسم الله الرحمن الرحيم، الانقسام ما بقتش 2 بقت 4. طب بعد الانقسام رجعت 2 نون. تمام. يبقى انا عندي كده خليه تديني خليتان جسديتان جديدتان اهو، خليتان. انا مش عايز اكتب هنا والله عشان هيتمسح. جسديتان جديدتان بكل منهم نفس عدد الكروموسومات. ده مثل لو خلايا جسديه ميتوزي. لكن لو ميوزي قال لي يا عم يلا، لو دي خليه خصيه 2 نون بتنقسم تديني كام؟ 4. مستر بيبقى فيه هنا 2 في النص، انا عارف معلش انا عايز انجز. بيديني 4 حيوانات منويه. 4 حيوانات منويه. طبعا ما ترسمش حيوانات منويه بالشكل دوت يعني عموما. بكل منهم حيوان منوي، دي خلايا جنسيه يعني فيها نصف الماده الوراثيه. يعني بدل ما يبقى فيها 2 نون يبقى فيها نون واحده، بدل ما فيها 46 يبقى فيها 23. ممتاز. يبقى دي نون 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 نون. اجمعوا كده
دول 4 نون يا مستر. هي دي مش 2 نون؟ ايوه يا ابني صح. ما انت عرفت بقى خلاص، اللي هي قبل الانقسام مباشره. قالوا يلا انقسام، ايه اللي بيحصل؟ الاتنين نون بتبقى 4 نون بالطور البيني، والحمد لله رب العالمين. طب اللي بعده، خد يا ابن سكرين. يبقى دكتور والله تنقسم الخلايا الجسديه انقسام ميتوزي ما عدا خلايا كرات الدم الحمراء وخلايا العصبيه. وهنا ليها تعليل، بس هو مش عليك، يعني هو قال لك الايضاح فقط. قال لك ان خلايا الدم الحمراء اصلا ما فيهاش نواه. ما فيهاش نواه، وبما ان ما فيهاش نواه يبقى ما فيهاش كروموسومات. يبقى اذا لا تنقسم، ما فيهاش نواه يا باشا، ما فيهاش كروموسومات. ما الكروموسومات دي هي اللي بتخلي الخلايا تنقسم، هي الماده الوراثيه. تقول لي امال هي بتيجي منين؟ بتيجي من نخاع العظام بقى وكلام كده كبير كده في ثالثه ثانوي ان شاء الله كده اشوفك هناك باذن الله. طب يا مستر دي فهمتها، دي عشان ما عندهاش نواه. الخلايا العصبيه لا، دي ما عندهاش جسم مركزي، هي عندها نواه عاديه بس ما عندهاش جسم مركزي. طب هو الجسم المركزي ده بيعمل ايه يا استاذ؟ يلا احنا بنراجع مع بعضينا كده، كل ده هيتشرح، هيتقال على الرسم. الله يا مستر الجسم المركزي دوت هو اللي بيشد الكروموسومات، بيقسمها 2 من عند السنترومير. ايه يا مستر الكلام الكبير ده؟ تعالى كده اقول لك يا والله يا استاذ، ده السنتروم، ده الكروموسوم الاول، ده الكروموسوم. تبص كده تلاقيه ده 1 2 3 4. غلط، هم مش 4، هو خيطين بس معمولين كده اهوت، معمولين زي اكس، حرف اكس، خيطين ملتصقان في نقطه. فين النقطه يا استاذي؟ قال لي النقطه اهي يا عم، النقطه اهي اسمها ايه؟ اسمها سنترومير. طب ده لوحده ده اسمه كروماتيد. طب ملحوظه على جنب، ده كله على بعضه اسمه ايه؟ كروموسوم. دي الماده الوراثيه، دي اللي كانت بتتكون من 2 كروماتيد وسنترومير كتركيب عام، وكان بتتكون من تركيب كيميائي حاجه اسمها حمض نووي ودي ان ايه. ماشي، عايز ايه يا استاذ؟ لا ده في سؤال بقى جه في دماغي دلوقتي، يعني ممكن عادي يجيبه عادي سهل. هو مش الكروموسوم فيه 2 كروماتيد؟ يبقى ال10 كروموسومات فيهم كام كروماتيد؟ لا جاوب انت، انزل قول في الكومنتات يا باشا، وباذن الله ممكن نعمل جوائز على الحوار دي ان شاء الله، نعمل جوائز. فانزل بص اهو 10 كروموسومات يحتوي على كام كروماتيد. حاسس ان الموضوع حاسس ان السؤال سهل، يعني نعمل جوائز على السؤال ده. اهم حاجه بس انت دخلت قناه الواتساب ولا لسه؟ يعني لو لسه ما دخلتش فاحنا سايبين لك اللينكات تحت، اولى ثانيه ثالثه. ارجوك تخش في ثالثه، بس مش عايزين نلمكم كده من اولى وثانيه، احنا خش في ثالثه. تمام؟ طيب ثاني حاجه، قال لي الخلايا الناتجه خليتان جسديتان جديرتان بكل منه نفس الماده الوراثيه اللي هي الاثنين نون. طب بص دي، انا قلت 2 هنا 2 خليتان، لكن هنا يا صاحبي قال لي لا انت عندك 4 خلايا، 4 خلايا جنسيه. ما تقوليش جنسيه، قول لي امشاج. تقول لي ايه كمان؟ جميتات. ركز في الحته دي، بكل منهم نصف اللي هو كام؟ ان واحده. طيب خلصنا الحته دي. ايه يا مستر الخلايا التناسليه؟ قال لي يا خلايا الخصيه والمبيض في الانسان والحيوان، وخلايا المتق والمبيض في النبات. طبعا خصيه في الذكر ومبيض في الانثى. تمام؟ ولكن انا بحس ان الناس، يعني احنا كبشر بنحفظ احنا يعني انسان وحيوان، نيجي على النبات لا ده ما عندوش ذكور واناث، ده نبات، هو مالوش نوع. لا يا عم والله مهم، المتق في الذكر والمبيض في الانثى. تمام؟ خلايا الجنسيه الامشاج هي 3 برضو، حيوان منوي وبويضه في الانسان والحيوان، وحبوب لقاح وبويضه في النبات. طيب هنا تحتوي على حاجه اسمها ضعف عدد الكروموسومات. اصل بص كده يا دكتوره معلش، الحته دي مهمه وخطيره جدا جدا جدا، واسئله صعبه جدا بتيجي عليها، فركز معايا في الحته دي. عندي حاجه اسمها الكبد، نقط بنكرياس، وعندي حاجه اسمها الكبد نقط خصيه، وعندي حاجه اسمها الكبد. طبعا يا جماعه مش لازم الكبد بس، انا قصدي اي خلايا جسديه، قصدي دي خلايا جسديه دي بص تعالى نبقى نشوف. ودي حيوان منوي، وهنا حيوان منوي وكبد. وبصراحه عايز اعمل هنا مثلا كبد حيوان منوي وبويض. بقول لك ايه، جبت لك كل الاسئله اللي هتجي لك بالحته دي، فيعني اكتبهم كده بالله عليك في الملحوظات اللي عندك، ومهمه جدا. مثلا انت عايز تقول لي انا عايز يا اسطى اقول لك دي نصف ولا ضعف، بس خليك عارف
ان الكبير ضعف الصغير، ضعف الصغير، لكن الصغير نص الكبير. طب تعالى بقى نشوف. ما تحلش غير لما تشوف فين الاتنين نون وفين النون. يلا يا عم قول لي بس الاول، هو الكبد ده جسدي ولا مش جسدي؟ جسدي. خلاص يبقى اي حاجه يا جماعه كبده هتقابلني دلوقتي يبقى كلها جسد، يعني ده جسد ده جسد. هل ده كبد؟ لا مش جسد. طب البنكرياس جسدي، جسدي وجسدي يبقى اكيد ايه؟ يساوي. اصل انت ما تعرفش، اصل انت طالب مصري. ايوه والله انت انا اول مره اعرف الموضوع ده. الطالب المصري ده ما عندوش حاجه اسمها يساوي، عنده يا اكبر يا اصغر. لو جالك في صوب مثلا، صوب الكبد اكبر من البنكرياس في الكروموسومات. اكبر ايه؟ اكبر مفيش اكبر. اصغر يا مستر، صح برافو مظبوط يا اسطى. كبد وبنكرياس جسدي، جسدي يساوي. فبالله عليك في يساوي، الله يرضى عليك يعني. طب الكبد جسدي، قسية قول لي جسدي بقى واغلط. تناسلي، مناسل مذكره في الانسان، مناسل. طب يلا احنا كنا بنقول ان الجسدي باتنين نون والتناسلي باتنين نون، يعني برضه يساوي. حيوان منوي وبويضه يساوي عشان الاتنين زي بعض، الاتنين خلايا جنسيه بنون ونون. لكن كبد انا عايز الحته دي، الحته دي اكتر حتتين بيجوا في الامتحان. هتقول لي ان الكبد ايه؟ ضعف الحيوان المنوي، لان ده باتنين نون وده بنون. مين الكبير؟ الاتنين نون، وانا عايزه الاول يبقى الاتنين نون ضعف النون. طب لو عكست يبقى النون نصف الحيوان المنوي. طيب خد سكرين، خد سكرين يلا يا باشا. طيب اهميه انتاج الامشاج طبعا تنقسم ميوزي اللي هي الخلايا التناسليه. انتاج الامشاج اهميتها اتمام عمليه التكاثر الايه؟ الجنسي. الكروموسومات هي احنا اتفقنا ان هي اجسام خيطيه توجد في انويه الخلايا وتمثل الماده الوراثيه، وليها تركيبين، تركيب عام وتركيب كيميائي. قلنا التركيب العام ده شكله من بره، شكل الكروموسوم من بره، زي حضرتك شكلك من بره عامل ازاي؟ ايدين، رجلين، دماغ، ودنين، مناخير، بق. نفس الكلام بالنسبه للكروموسوم، عباره عن خيطين، والخيطين معقودين في نقطه او ملتصقين في نقطه اسمها سنترومير. سنترومير دي تعالى اقول لك، تعالى حاسك عايز تعرف إيه اسمها العلمي ايه؟ كلمه سنترومير يا دكتور هي كلمه طبعا لاتينيه. سنترو جاي من كلمه سنتر يعني مركز، طب مير جاي من كلمه قطعه، فيبقى كلها على بعض مركز قطعه. ايه ده؟ غلط يعني، راعي الترجمه، اسمها قطعه مركزيه، قطعه مركزيه. تمام. طب التركيب الكيميائي انا عارف، بص عارف ان هو قايل لك الحمض النووي الاول. يا اخي ابوس ايدك ما تقوليش الحمض النووي الاول، قول لي بروتين الاول بعد كده حمض نووي. ليه يا استاذ؟ اصل انا عارفك وحافظك وصاينك والله العظيم. هتقول لي الحمض النووي وتيجي في التاني، هو كان ايه التاني؟ ايه يا مستر؟ مش هتعرف. فبعد اذن حضرتك الموضوع مش صعب، قول لي بروتين الاول بعد كده حمض نووي، وقول لي كمان اللي هو اسمه دي ان ايه، وقول لي ان هو ايه؟ يحمل معلومات وراثيه. طيب يلا بينا على اللي بعده. طبعا بقى عرفنا خلاص دي شويه تعريفات. طبعا عديد الخلايا ماشي. السنترومير منطقه اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا، قطعه مركزيه. الدي ان ايه والحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثيه. الحمد لله على سلامتك، خلصنا اول صفحه. كل ده في اول صفحه يا مستر. يعني معلش الدنيا بقى نبدا نجري شويه. عدد الكروموسومات خليك فاكر ان هو بيختلف عدد الكروموسومات في الكائنات الحيه من نوع الاخر، يعني مستحيل تلاقي نوعان ليهم نفس العدد. بمعنى حضرتك انا 46 كروموسوم، حضرتك 46 كروموسوم، معنى كده ان العدد ثابت في النوع الواحد. طب من النوع للتاني يتغير. فاحنا ضربنا مثال في الحصه في الفيديو اللي فات، اللي هو الدرس، شرح الدرس نفسه، وقلنا حضرتك قلنا ايه؟ احنا طالعين مخيم احنا و10 اصحاب، وفي واحد اختفى بالليل، وصحينا الصبح لقينا فيه جثه، بس الجثه دي مش باينه ليه؟ اتاكلت. الف انا وشوف على اللي كلها اتاكلت، بس مش عارفين ده مين، يعني ده انسان ولا حيوان؟ ما احنا كل مش دكاتره، احنا مدرسين مثلا او احنا طلاب. فجبنا الشرطه واتصلنا بيهم، واستاذي معلش انا عايز اعرف دي جثه مين. اول حاجه بيعملها طبعا، يا عم انا مش عارف ده مين. اول حاجه بيعملها هات عينه دم، او عينه دم ما فيهوش نواه، ما فيهوش كروموسومات. اوعى تقول لي هنعد الدم اللي هنعد الكروموسومات اللي في الدم، مفيش. هتجيب عينه من جسمه حته كده، هات حته ووديها المعمل، عد الكروموسومات. لو لقيتها 46 يبقى ده صاحبنا وبقاء لله. طب لو لقيتها غير 46 45 يبقى ده مش احنا، ده حاجه ثانيه غير الانسان. تمام.
طيب قال لي يختلف عددها الكروموسومات في الخلايا الجسديه والتناسليه دي صعبه قوي، صعبه اصلا، انت عارفها خلاص. الجسديه بتساوي التناسليه، والاثنين ضعف الجنسيه على بركه الله. اللي بعده اهميه الكروموسومات، قلنا اتفقنا ان هي تمثل الماده الوراثيه، يعني تحمل معلومات وراثيه زي موجود فيها الدي ان ايه. تاني حاجه تساعد معرفه عددها في تساعد معرفه عددها في تحديد انواع الكائنات الحيه زي ما اتفقنا في الحادثه بتاعت المره اللي فاتت. وبرده بتاعت حته الكبده الكبده اللي تحت بيتك، نعرف اذا كان كبده ولا مش كبده. انت عارف بقى الفكره. بس احنا اتفقنا ان هي عمرها ما تكون كبده الكلاب، هي كبده مستورده وممكن تبقى اوسخ من كبده الكلاب. فيعني قلل الله يرضى عليك، او كل من مصدر موثوق. يعني انا يا جماعه لما باكل كبده ما باكلش عند اي حد، انا باكل عند ناس معينين، ناس انا بص باكل عندهم من وانا عندي 4 سنين حرفيا، وما جاليش ولا مره تسمم. فقشطه بيس، واي نوت، سمي الله وكل. صلي طبعا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقوم بالدور الرئيسي في عمليه الانقسام. ايوه بقى تعالى، ايه هو الانقسام يا عم؟ اتفقنا ان الانقسام عندي نوعين، ميتوزي وميوزي. حاسس ان انا يا جماعه سريع، يعني لو انا سريع انزل قول لي انت سريع يا مستر، محتاج تبطأ شويه. ولو انا بطيء يا عم برضه انزل قول لي يا مستر انت محتاج تسرع شويه، فاهم؟ يعني احنا بنحاول نخلي نفسنا مرنين معاك، نحاول نبقى على هواك طبعا، بس احنا مش هنعجبك، مش هنعجبكم كلكم، فيعني نحاول ننقي الحاجات اللي تتماشى معانا باذن الله. طيب قال لي يا مستر انقسام الميتوزي هو انقسام بيحصل في الخلايا الجسديه. يبقى اول حاجه كده بسم الله، ده خلايا جسديه. فاوعى تقول لي ان الانقسام الميتوزي خلايا جنسيه او خلايا تناسليه، غلط، ما ينفعش. تاني حاجه بيتحول الى خليتان جسديتان جديدتين بكل منهما نفس عدد الكروموسومات. احنا اتفقنا قلنا على فكره الخلايا التي يحدث لها الانقسام هي جميع الخلايا، عدد الخلايا العصبيه وخلايا الدم الحمراء البالغه. ماشي. عدد الخلايا الناتجه من الانقسام هي خليتين، الكلام ده كله قلناه. عدد الكروموسومات في كل خليه من الخلايا الناتجه نفس عدد الكروموسومات، الكلام ده برضو قلناه. شفت اهميه ان احنا نبقى فاتحين دبل او اسمها سبليت تقريبا. بنكتب هنا الدنيا، لا هنا الدنيا كلها موجوده، نقرا وخلاص خلص. بس انا ما بقرلكش الاول، انا بشرح الاول بعد كده بقرا. انت اكيد كبير وفاهم وواعي. طيب قال لي اهميه الانقسام هي دي اهميه مهمه. تعالى باشا، هو لما الخليه تنقسم تديني خليتين، والخليتين ينقسموا يديني 4 خلايا، والاربع خلايا ينقسموا يدوني 8. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها مضاعفه لعدد الخلايا. عدد الخلايا بيتضاعف. فلو مثلا يا عم في قطع في الجلد، يعني لا قدر الله وعافانا الله واياك، ايه اللي بيحصل؟ يلا سيبك بقى، موت يا مستر، موت انت كده بدمك ده. مفيش، والله مش هينفع. امال ايه اللي بيحصل يا عم؟ قال لي الجلد بيلتئم. طب يلتئم ديت يعني الجلد بيجدد نفسه، يعني بيكون نفسه بطريقه جديده، يعني بينقسم. بدل ما يبقى فيه خليه يبقى فيه 2 4 8 12. غلط، يلا ولا مع بعض. بص يلا اهو، انا عارف انت هتتلخبط وانا مش هتلخبط الحمد لله. خليه تنقسم تديني كام خليه؟ 2. لو كل خليه من الاثنين دول انقسموا يدوني كام؟ 4. اضرب في 2 على طول بقى، ماشي؟ ريحتك اهو يا عم، او الضعف على طول. الأربعة تنقسم تديني 8، ال8 يدوني 16، وال16 يدوني 32، 32 تديني 64، 64 يدوني 128، و128 و128 انت اللي هتقول 256 على بركة الله. طب بقول لك ايه، 256 و256 كام؟ قولها بقى في الكومنتات برضه. انا حاسس انت عمال بتنزل تكتب حاجات في الكومنتات، بس انت في زرار كده لايك ما اضغط عليه، في زرار اشتراك اضغط عليه. احنا وصلنا 5000 ونص طبعا بفضل الله وبفضلكم، يعني فربنا يكرمكم يا رب كده ويخليكم ويا رب تنجحوا. حاسس انا بشحت والله العظيم. فيعني اعمل اشتراك وفعل زر الجرس واعمل شير طبعا. استفدت، فيد زمايلك. خلي بالك ان الدال على الخير كفاعله، ف يعني هتاخد اجر وثواب باذن الله معانا. طبعا احنا بناخد اجر وثواب طبعا، وحضرتك كمان باذن الله. طيب قال لي مراحل الانقسام هي مرحله واحده. بس الاول اهميه الانقسام هي تعويض الخلايا التالفه ونمو الكائن الحي. يقول لك كنمو البذره الى نبات، او كنمو الجنين الى راجل كبير او شحط كبير، واتمام عمليه تكاثر لا جنسي. طب بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما اقول لك ميتوزي يا دكتور ويا دكتورتنا، ميتوزي تقول لي على طول لا جنسي. طب لما اقول لك ميوزي شيل بقى اللام، هتقول لي ايه؟ جنسي. بس طب فين الشرح؟ لا هو دلوقتي. طب كمان نص ساعه باذن الله، او كمان تلت ساعه كده ما نخش في التبصر. طيب الانقسام الميوزي يا عم قال لي بيتم في مرحله واحده
بالبلدي. بص يا صاحبي، الانقسام بيمشي كالتالي. اول مرحله بيسميها مرحله ما قبل الانقسام، بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها حاجه اسمها طور بيني، وهنا ده انا مش بعده، يعني ده مش هقول عليك ده الطور الاول. طيب الطور الاول بقى والطور الثاني والثالث والرابع، تقول لها مستر هو يعني ايه طور دي؟ اقسم لك بالله العظيم 3. بعد ما خلصت نص الدرس يعني بعد ما جيت لحد هنا تقريبا، مش عايز اقول طالب ده طفل، قال لي يا مستر هو الطور ده اللي هو بقرنين، شفت نفس والله يعني انت دلوقتي اصلا ممكن تكون قفلت في وشي مش سامع الكلام ده. تخيل بقى انا كنت عايز اعمل كده بس انا في حصه، يعني انا اعمل فيه ايه؟ طب ده وحقه يسال، حقه يسال ويوقف الحصه واجاوبه. حسبي الله ونعم الوكيل، هو انا فاكره لما اشوفه. طيب قال لي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. ده انت لو لسه معانا يعني ومكمل، لو لسه معانا برضه اعمل لايك واشتراك. تمام. طور بيني قال لي بيحصل في حاجه هنا عندي اسمها طور تمهيدي، استوائي، انفصالي، ونهائي. طيب بص لاين واحد، ايه خط واحد، بص طريق السريع هوبا على طول. ده في الميتوزي. طب في الميوزي لا، هيقول لك على مرحلتين. هيقول لك عندي تمهيدي اول تمهيدي تاني، استوائي اول استوائي تاني، انفصالي اول انفصالي تاني، نهائي اول نهائي ايه ده يا مستر؟ ده مرحلتين، ميوزي اول ميوزي تاني. لكن الميتوزي واحده، حتى ما بنكتبش جنبها اول وتاني، يابا ده هي واحده. هنكتب جنبها اول وتاني؟ مش هنكتب جنبها حاجه. جميل. طيب الانقسام احنا فين يا اسطى الميتوزي؟ هو ده الميوزي ولا الميتوزي يا اسطى؟ ده احنا خلصنا الميوزي، لسه هنشوف الرسومات. الانقسام الميوزي هو انقسام الخليه الايه بقى؟ لا ركز معايا، الخليه التناسليه، اللي هي ايه؟ هي الخصيه والموتق والمبيض. مش عارف ليه كانت الموتق كده بس يعني خصيه ميتيوك مبيض. الاربع خلايا جنسيه، يبقى عندي خليه خصيه، كل خليه من الخلايا التناسليه تديني 4 خلايا جنسيه. احس ان عدد كبير. ايوه ليه يعني؟ عشان اللي بيبقى كبير، يعني بيبقى كتير، يعني المهدور كتير. تخيل مثلا من 70 80 90 120 مليون حيوان منوي، حضرتك اللي جيت بس سباق. والله العظيم يعني سبحان الله. وعلى فكره المفروض ان انا ذات نفسي قلت لك ان هي في تانية اعدادي بيبقى الاسرع والاقوى هو اللي بيوصل الاول، لا خد بقى التقيله بقى، دي في وشك. مش الاسرع ولا الاقوى، يعني ممكن ابقى اسرع واقوى حيوان منوي وما تخشش. المتوافق مع البويضه، سبحان الله، البويضه هي اللي بتختار. والله والله العظيم يا جماعه، والله عشان انا بشوف دلوقتي بنات، يعني ما يعلم بها ربنا، بنات هي اللي بتعاكس الولاد. يا جماعه دي مش فطره، دي مش فطره. ومش قصدي ان الرجاله تعاكس البنات، دي مش فطره برضو. الفطره ان البنت تفضل كده عفيفه في بيتها، ما تكلمش حد خالص من الولاد، ما تعملش اي حاجه. وحاجه واحده بس، راجل، بص مش بقول ولد، راجل يجي يتقدم لها، يقعدوا مع بعض، متقبلين بعض، يلا يا باشا نتجوز. ما هي دي حاجه اسمها بقى في العصر الحديث ذا بلايند ديت شو. هو ده يا مستر ذا بلايند ديت شو؟ بس يعني اسمه جواز هنا. بص هنا ذا بلايند ديت شو، مجتمع متفتح وجميل جدا ومشاهير. وهنا حاجه اسمها جواز صالونات، او اسمه مصونات كمان مش صالونات، دي برضو معلومه كده. فيعني شايف دي؟ بص مجتمع شرقي وقفيل. ايوه يا عم احنا مجتمع شرقي وقفيل يا عم، مالكش دعوه بينا. تمام. فيعني نيجي كده بس يا جماعه، البويضه هي اللي بتختار والانثى هي اللي بتختار، الانثى تفضل قاعده في مكانها والرجاله هي اللي تتحرك لها. جميل ايه كمين دي؟ جميل. الخلايا التي يحدث لها الانقسام هي الخلايا التناسليه، ماشي، وتديني اللي هي خلايا خصيه او المبيض او الموتور، ماشي يا عم. عدد الخلايا الناتجه احنا قلنا احنا 4. طب عدد الكروموسومات؟ لا ده كل خليه بتديني 4 خلايا فيهم نص. طب ايه الحكمه يا مستر من النص؟ قالوا لا يا مستر ده حيوان منوي يا عم، انت ربنا كرمك وكبرت يا ابن الحلال واتجوزت، فحضرتك ذكر بتعمل حيوان منوي. ايه حيوان منوي؟ حيوان منوي، ماشي. حيوان منوي ده بيبقى فيه ان واحده او نون واحده. وحضرتك يا دكتوره عندك بويضات، يعني نقول بويضه ان الحيوان المنوي بيلقح بويضه، فعندك برضو نون. لما يحصل حاجه اسمها جواز على سنه الله ورسوله طبعا، بيحصل عمليه اسمها الاخصاب. والاخصاب ده بيعمل ايه؟
مش انت حضرتك عندك حيوان منوي عندها بويضه نون ونون يتجمعوا مع بعض يدوني كام نون؟ يدوني 2 نون. دي حاجه كده يا دكتور اسمها، ايوه والله العظيم سمعت ناس قالتها من غير ما تفكر. ليه؟ عشان كنا في ثانيه اعدادي كنا مذاكرين. اسمها زيجوت يا اسطى بقى، اسمها زيجوت. تقول لي مستر طب هو يعني ايه الزيجوت ده؟ لا حاجه كده كان اسمها اللقاحه في ثانيه اعدادي. الزيجوت او البويضه المخصبه او بويضه مخصبه. تقول له يا مستر طب بص ايه الفرق بين البويضه والبويضه المخصبه؟ دي مخصبه. تقول لي حبيبي والله يا مستر بس يعني كمل. البويضه العاديه اهي نون واحده، لكن البويضه المخصبه لا دي بقت 2 نون. طيب جميل جدا يا مستر. ايه اللي بعد كده يا مستر؟ تعال نبص. على فكره يا دكتور احنا يعتبر اصلا مخلصين كده، بس ايه يعني معلش في رسومات وفي الاطوار، فيعني ايه ده كده خالص. الموضوع مش مستاهل، مش مستعني. ركز معايا انا كده ساعات بوقف في النص. قال لي اهميه الانقسام ده. انهي انقسام ده يا مستر؟ معلش فكرني. اسمه الانقسام الميوزي. احنا اتفقنا ان الانقسام الميتوزي كانت اهميته تعويض التالي في النمو، وميتوزي يبقى لا جنسي لكن ميوزي يبقى جنسي. جميل. قال لي تكوين الامشاج المذكره والمؤنثه. ليه؟ لاتمام عمليه التكاثر الجنسي. ده انت كده خلاص يا مستر، ده احنا مخلصينها اصلا. في معظم الكائنات الحيه الراقيه زي مين؟ زي الانسان والحيوان والنبات وشويه حاجات تانية. طيب مراحل الانقسام. قال لا هنا بقى بص نركز كده. احنا قلنا الميتوزي خطوه واحده مره واحده دب على طول، يلا بيني خلص، استوائي تمهيدي، استوائي انفصالي نهائي، خلصت. ميتوزي ده عسل قوي بيخلص مره واحده، لكن الميوزي على مرحلتين. اول حاجه بنسميها ميوزي اول. طب تعالى كده بس صلي على النبي. ميوزي اول، وده بيبقى فيه كام حاجه؟ الاربعه: التمهيدي، استوائي، انفصالي، وانهائي. تقول لي بس ده كده عسل قوي، عايز ايه يا مستر؟ اقول لك لا ده انت اللي عايز ايه يا باشا. صلي على النبي بس في قلبك كده. ايوه يعني مين؟ مش هو اسمه ميوزي اول؟ يبقى تقول لي تمهيدي اول 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 وتقوم شارد لي خط كده. طيب بعدها بشويه يا صاحبي قال لي بيبقى عندي حاجه اسمها ميوزي ثاني. طب الميوزي الثاني يا عم دوت بيحصل فيه ايه؟ قال له والله يا استاذ بيبقى عندي برضه نفس الكلام، تمهيدي واستوائي. طيب بعد التمهيدي استوائي بيبقى عندي حاجه اسمها انفصالي، وبعد الانفصالي بيبقى عندي حاجه اسمها نهائي. تقول لي برضه يا مستر نفس الحاجات اللي احنا قلناها فوق نقولها هنا؟ يعني تقول لي تمهيدي اول. لا بقى مش تمهيدي اول بقى، احنا كبرنا. اسمها ايه؟ تمهيدي ثاني. اسمها ثان ولا ثاني؟ يا عم نقول ثاني يا عم. ثاني برضه محتاجين مدرس عربي. ثاني. طب بقول لك يا صاحبي معلش، حد كده يجي في باله دلوقتي سؤال، تقول له يا مستر انا بحب اجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في بالك او اللي ما اتسالتش اصلا. يعني السؤال ده ما حدش ساله لي في الحصه، بس انا قلته من نفسي. مستر هي الخليه بتخش الانقسام الايه الاول؟ الاول هو الميوزي الاول. تمام ماشي معاك. هل تخلص تمهيدي اول بعد كده تخش تمهيدي تاني؟ يعني تمهيدي استواء؟ قال لك لا، خليه بتفضل ماشيه خط كده، تخلص ده الاول بعد كده اللي بعده ده تخلص ميوزي اول، تبدا في الميوزي الثاني على النظافه. طيب قبل الميوزي الاول بيحصل حاجه اسمها طور بيني. احنا هزرنا في كلمه طور، بس ما قلتلكش برضه يعني ايه كلمه طور. انا اسف. كلمه طور ديت يعني مرحله بينيه، او مرحله بين قبل الانقسام وبين الانقسام، لازم يحصل الحته دي. طيب الطور البيني ده بيحصل مره واحده. يلا انت اللي هتقول حصل امتى؟ حصل قبل الميوزي الثاني ولا الميوزي الاول؟ لا قبل الميوزي الاول، احنا فوق اهو. حصل قبل الميوزي الاول طور بيني. طب قبل الميوزي الثاني؟ لا يا باشا بص الخلايا بتعمل ايه. انا عندي هنا الاول، انا في الطور البيني، انا طور بيني خلصت. استوائي، سوري الاول تمهيدي استوائي انفصالي نهائي، طبعا كل ده اول. نيجي على النهائي هنلف بقى تاني ونرجع ونعمل بقى طور بيني، بعد كده تمهيدي تاني، استوائي تاني، انفصالي تاني، نهائي تاني. قصدك كده نفس الفكره.
خلاص يا باشا تمام. يبقى احنا الملخص اللي حصل هنا ان الانقسام الميوزي يحصل على مرحلتين، اول وثاني. الاول يخلص الاول، بعد كده نبدا في الثاني. تمهيد استواء انفصالي نهائي، تمهيد استواء انفصالي نهائي، بس قبل كده لازم يحصل طور بيني. بيحصل كم مره في المرحله او في المرحلتين؟ مره واحده قبل الميوزي الاول، قبل التمهيد الاول يعني. طيب قال لي خلي بالك بقى ان في لا تنقسم بعد الخلايا مطلقا مثل احنا قلناها يا عم، ده احنا 7000 مره قلناها. انا اسف عزيزي الطالب. الطور البيني قال لي دي هي المرحله التي تسبق عمليه الانقسام الخلوي، وفيها تهيئ الخلايا للانقسام بمضاعفه بص بقى الحته دي يا صاحبي، الحته دي اهم حاجه في الدنيا. هو ازاي يا مستر الاتنين نون لو في الميتوزي يبقى 2 نون و2 نون؟ ايوه، عشان قبل الانقسام مباشره بيحصل حاجه اسمها الطور البيني. بيعمل ايه في الطور البيني ده؟ خليها كانت 2 نون مش كتير، تخش الانقسام تبقى 4 نون، تخرج منه 2 و2. جميل جميل. يبقى هي بص تعال نفتتها. قبل الانقسام ده اللي هو بعد الطور البيني على طول، بعد الطور البيني ما بقتش 2 نون، بقت 4 نون، بقت 92 كروموسوم. ده لو انت في الانسان. ايه هو الانسان عنده 92 كروموسوم؟ لا يا صاحبي عندي 46، بس لما بيحصل لي مضاعفه اضرب 46 في 2 شوف هيطلع لك ايه. طب يا مستر هنا ما هنا بقى يبقى 46 فبيحصل حاجه اسمها ثبات في ايه؟ في الماده الوراثيه. طيب اطوار الانقسام الميتوزي زي ما اتفقنا يا صاحبي. تعال بس نشوف الاول شكل الخليه. انا مش جايبها لك هنا، محتاج نرسمها او محتاج انت تكتبها. دي الخليه. ماشي، هي عملت باللون ده. بص انها تبقى عامله ازاي بقى. دي النواه. تقول لي مستر انت ليه ما عملتهاش الدايره بتاعتك الحلوه دي؟ لا عشان هي بتبقى كده. كده ازاي انا مستر؟ تبقى مثقبه. ده اسمه ايه؟ تعال نبص عليه كده. ده كده يا صاحبي اسمه غشاء. بس نطلع بره، اصلا بره الخليه كلها. ده اسمه غشاء نووي. لما تكبر شويه تعرف ان هو بيبقى مثقب. يعني ايه مثقب؟ يعني مخرم كده يا باشا. في جوه حته كده هنا اهوت. بص هي دي كلها على بعضها كده اسمها نواه. طب الحته دي اسمها نويه. ايه اسمها نويه؟ تصغير نواه. كلمه عضو تصغيرها عضي، انس انيس، احمد حماده. يعني تقريبا ده مش ده دلع، ده مش تصغير. بس انا عايز اقول لك ان دي نويه. طيب في ايه كمان؟ قال لي بيبقى فيها كده. بص يا مستر ده اقول لك يا ابني دول كروموسومات. تقول كروموسومات؟ هي دي كروموسومات ازاي يعني يا استاذ؟ مش الكروموسومات دي كانت بتبقى كده يا استاذ؟ يعني يوم ما يجي لها تبقى كده، تبقى منفرده. اقول لك لا، ما هو ده الشكل الثالث. ايه دي يا صاحبي؟ قال لي دي بنسميها يا دكتور شبكه كروماتينيه. انا كنت عارف اقسم لك بالله العظيم 3 استقاله حفظ المساهم. اعملها ازاي؟ بص مش عارف، بس هي شبكه كروماتينيه. طيب انا كده امسح اصلا واكتب لك الحته دي. طيب استاذنا الغالي معلش، هو ده اسمه ايه معلش برضو؟ ده اسمه كروموسوم. طب ده لوحده كده اسمه كروماتيد. طب دي شبكه كروماتينيه. حلو جميل. الشبكه دي بقى ايه اللي حصل لها؟ تضاعفت، بقت 4 نون. تمام ماشي. يبقى انا يا باشا لو انا دي خليه دلوقتي، انا قبل ما اخش الانقسام الميتوزي والتمهيدي والاستواء والانفصالي والنهائي مسلمك الخليه شكلها عامل ازاي اهو. الا حاجه معلش، في حاجه نسيتها. لا مش كده عادي كده خالص. في يا جماعه حته كده هنا فوق الحته دي كده. الحته دي بنسميها اقطاب الخليه. مين ده يا عم؟ ده حاجه كده اسمها جسم مركزي. جسم مركزي؟ مش ده اللي ما كانش موجود في الخليه العصبيه؟ مش ده اللي كان بيفصل لي الكروموسوم؟ صح، انت بدات كده تركز معايا. الله ينور عليك. طيب يا جماعه انا مصدع جدا جدا جدا، مش عارف ده من ايه.
طيب يعني خد سكرين. تمام، انا همسح بقى. تعالى بس كده معلش، نعمل بقى، ركز هنا الاول. طيب انا مش عارف انت هتشوفها ولا مش هتشوفها يعني، بس يعني بسم الله ان شاء الله تشوفها. بص يا صاحبي، في الطور التمهيدي ايه اللي يحصل؟ قال لي يحصل 3 كلمات: تكثف، تكوين، اختفاء. خلي بالك ان اختفاء دي بتيجي بمعنى كلمه تحلل. تمام ماشي. تكثف ايه؟ تكثف الشبكه عشان تديني كروموسومات. تقول لي مستر انا ما بحبش كلامك بالالغاز، يعني فهمني، اهدى على حالك. طب تكوين ايه؟ قال لي تكوين خيوط اسمها خيوط المغزى. دي سهله دي، تمام. اختفاء او تحلل النواه. يا مستر دي مش مكتوبه كده، دي مكتوبه حاجتين. ايوه يا ابني، ما النواه عباره عن حاجتين، النواه عباره عن غشاء نووي وحاجه كمان اسمها نويه. تقول لي كلام سليم يا استاذ، طب عايز ايه؟ تعالى بقى نقرا ونشوف. دي اختصارات، دي اختصارات. المفروض تبقى انت عارف ان تكثف الشبكه قصدي بيها تكثف الشبكه الكروماتينيه. بص كده، تتكثف الشبكه الكروماتينيه. حلو جميل. عايز ايه بس؟ انا عايز اغير اللون. لتظهر في شكل خيوط طويله رفيعه مزدوجه اسمها الكروموسومات. يبقى انا كنت مسلمك شبكه كروماتينيه في التمهيدي، ما بقتش شبكه، بقت ايه؟ بقت كروموسومات مزدوجه. تمام، خيوط رفيعه مزدوجه. في نهايه هذا الطور ايه اللي يحصل؟ تختفي النويه والغشاء النووي اللي هي بين قوسين تختفي النواه. تتكون خيوط سيتوبلازميه. يبقى انا تعريف يا جماعه خيوط المغزى هي خيوط سيتوبلازميه بين قطبي الخليه. ما تقوليش قطبي بقى، قول لي مين يا مستر؟ قول لي الجسم المركزي. بين الجسم المركزي بيبقى عنده القطبين. بتتصل بالكروموسومات عند منطقه السنترومير. بتمسك السنترومير، بتمسك الكروموسوم من عند من الوسط. طبعا الناس بتوع السنتر بقى هايسين دلوقتي والله العظيم. احنا عملناها في السنتر كانت جامده قوي. للاسف ما جبتش حد معايا، كنت عايز 3 شباب والله زي ما عملنا في السنتر. فالمهم يعني يا عم، اللي من عند السنترومير بيبدا ايه؟ بيبدا يمسك من الحته دي. ده الطور الاول وخلص. اتمنى تبقى خدت سكرين. طيب الطور اللي بعده يا استاذي قال لي تترتب الكروموسومات عند خط الاستواء. مش هو اسمه طور استوائي؟ يبقى خط استواء الخليه. بس خلي بالك، بص كده، دول كروموسومات ايه؟ مزدوجه. يعني هو كروموسوم واحد، يعني كام كروماتيد؟ 2. طور الانفصال. اول ما بقول لك طور الانفصال تقول لي ده في حاجه هتنفصل. مين اللي هتنفصل؟ ايوه يا باشا، الكروموسوم، سنترومير بالذات. طيب قال لي اول ما بقول طور انفصالي تقول لي تتقلص خيوط المغزى فينفصل او فينقسم، تقول فينفصل احسن، الكروموسوم طوليا. يعني بص يا جماعه، بص انا واقف لك اهو، حاول اكبر لك نفسي او ماشي، انا واقف اهو. لو انا اتقسمت كده يبقى انا اتقسمت بالطول ولا بالعرض؟ لا ده عرض، ده بالعرض. طب لو اتقسمت كده هو ايوه بالنص، ده كده انقسم طولي. فاللي بيحصل كالتالي ان جزء مني بيروح هناك وجزء منهم بيروح هناك. تمام ماشي. طوليا عند السنترومير. طيب قال لك تتقلص خيوط المغزل ساحبه مع ينقسم سنترومير كل كروموسوم طوليا الى نصفين فينفصل كل كروماتيد ينفصل كل كروماتيدي كل كروموسوم عن بعضهما. طيب تتقلص دي يعني تتقلص دي يا عم يعني تشد. عارف انت بيقول لك انا جالي تقلص عضلي في السمانه او في الخلفيه، الحته دي ايوه بالظبط، شد عضلي. شد يعني شد او تقلص. رقم تتقلص خيوط المغزل ساحبه مع الكروماتيدات فتتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات احاديه الكروماتيد. لا ثانيه واحده، يبقى انا كده في الطور التمهيدي في النهايه كنت كروموسوم مزدوج، وفي الطور الاستوائي كروموسوم مزدوج، لكن في الانفصالي بقيتش كروموسوم، بقيت كروماتيد احادي مفرد سنجل. تتجه الى قطبي الخليه عشان السنترومير سنتروسوم بقى اللي هو الجسم المركزي. طب الطور النهائي ركز بقى الله يرضى عليك معايا، الحته دي مهمه قوي. مش انت عندك حاجه اسمها طور تمهيدي؟ وعندك طور نهائي؟ عكس بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك لو قلت لك هنا تتكون هنا تختفي تتحلل، هنا تختفي تقول لي هنا تظهر او تتكون.
طب هنا شبكه كروماتينيه تديني كروموسومات مزدوجه، اعكس يبقى كروموسومات تديني شبكه كروماتينيه. والله العظيم خلصت. عشان كده بنسميهم حاجه اسمها تغيرات، ايوه، عكسيه. طيب يبقى يا باشا اول حاجه اهو، تختفي خيوط المخزن. حلو، اصل هناك اتكونت، بص والله العظيم يا جماعه، والله العظيم يعني العلوم دي جامده جدا، بس اللي يفهم. مش هنا تتكون خيوط المخزن، هنا تختفي خيوط المخزن. يتكون عند كل قطب من قطبي الخليه نويه وغشاء نووي، قصدي بيها تكون نواه، ما هناك كانت اختفت. حتى بص هنا مفيش نواه، هنا مفيش نواه، هنا في نواه بس في النهايه ما بقتش فيه. بص كده تحت، هنا بقى في نواه وفي شبكه كروماتين. ايه ده؟ شبكه؟ مش كانت كروموسومات مزدوجه او كروموسومات احاديه هنا؟ خلاص بقت شبكه. وحدث انقسام وتكونت خليتان جديدتان يحمل كل منهما نفس عدد الكروموسومات، لان جسديه جسديه، تمام. لكن انت تقول لي نصف، تناسليه جنسيه. التناسليه دي نصف الخلايا، الجنسيات دي نصف الخلايا اللي في التناسليه. طيب تعالى بقى على الانقسام الطور، الانقسام الميوزي. بص بقى صح. الميوزي دوت ليه اسم تاني كده، الا وهو الاختزالي. يعني ايه الاختزالي بصراحه؟ يعني انت اصلا عمرك ما سمعتها اصلا كلمه اختزالي دي. كلمه اختزالي ديت يعني بنصص، يعني بيختزل عدد الكروموسومات الى النصف، يعني بيقللها كده الى النص، بيشدها. فلو كانت 2 نون يبقى هنا نون وهنا نون، تمام. طيب قال لي مستر ايه الفرق هنا؟ اقسم لك بالله ولا اي فرق. لا مش عشان القسم، بس في فرقين: مجموعه رباعيه وظاهره عبور. وايه ظاهره عبور؟ طب انت عايز ايه يا مستر؟ نفس 90% من الكلام اللي اتقال هنا اللي اتقال هناك اتقال هنا تاني، هيتقال هنا تاني. فيعني اتمنى تكون مركز معايا وكاتب، تمام. تعال بص، احنا فين يا صاحبي؟ احنا في الميوزي الاول او الاختزالي الاول، زي ما انت عايز تقول. اول حاجه تقولها لي يا استاذ ويا استاذه، فين الطور البيني؟ مش مكتوب هنا، فانت المفروض تطلع فوق تكتبه وتقول له يا مستر ده انت هنا حصل بقى حاجه اسمها طور بيني، ده انت ما تعرفش. تقول لك يا ابني ما اعرفش ايه؟ تقول لي ده انت حصل طور بيني وانت مش موجود. اقول لك يعني ايه اللي حصل؟ تقول لي حصل وحصل وحصل. ده حصل بعض العمليات الحيويه. ليه؟ عشان هيئ الخلايا للانقسام. وحصل اهم حاجه يا مستر اللي من غيرها ما كناش هنعرف نعيش، والله العظيم، والله العظيم ما كناش سبحان الله والحمد لله. طب انت عايز ايه يعني يا مستر؟ بقول لحضرتك ان الخليه في الطور البيني بيحصل لها مضاعفه للماده الوراثيه. يعني بدل ما كانت نون تبقى 2 نون، ايه؟ بدل ما كانت 2 نون تبقى 4 نون، 46 92 وهكذا. طيب الطور التمهيدي يا عم الاول ايه اللي بيحصل؟ تتكثف الشبكه الكروماتينيه، مكونه ايه؟ كروموسومات مزدوجه. حلو. يتقارب هنا بقى جديده، جديده، يتقارب كل كروموسومين متماثلين من بعضهما ليصبح مجموعه واحده مكونه من 4 كروماتيدات، سميناها المجموعه الرباعيه. تعال بس نبص مع بعض كده. انا عارف ان هم شبه بعض، بس يعني سامحني انا عايز اعملهم بالشكل دوت. طيب باشا دول كام كروموسوم؟ تقول لي والله يا مستر ده كروموسوم احمر وكروموسوم ازرق. اقول لك ايوه صح. تقول لي دول كده كروموسومين، وانا كنت قايل لك من شويه لو كانوا كروموسوم يبقى 2 كروماتيد، لو كانوا كروموسومين اضرب في 2. فكده انا حليت لك الحته بتاعت 10 كروموسوم، 10 كروموسومات ب 20 كروماتيد. في ناس يا جماعه فكره بتقول كروماتايد عادي، اللهجه مش بتفرق، الاكسنت دي قلنا مش هنا، مش هنا يا باشا. مش فهمتني وفهمتك تمام. يا عم مثلا بتشوف انت متعلم قد ايه، بس يعني يا عم بقى احنا عرب زي بعض يعني، فما ركز. طيب عايز ايه يعني؟ عايز اقول لك دي اسمها مجموعه رباعيه. مجموعه رباعيه. طب المجموعه الرباعيه دي مالها؟ قال لي بتتكون من 4 كروماتيدات. قلت له تمام ماشي. قال لي بيحصل بعدها حاجه اسمها ظاهره العبور. بس المجموعه الرباعيه هي المجموعه دي بقى لها التعريف:
مجموعه مكونه من 4 كروماتيدات اتفقنا عليها. بتحصل ظاهره العبور يا مستر، وايه اللي بيحصل فيها؟ بص يا صاحبي، مش ده كروماتيد؟ وده كروماتيد؟ ايوه. وده برضو كروماتيد وده كروماتيد. تقول لي ايوه يا مستر بقى خلاص انت عايز ايه؟ عايز اقول لك بس هو الكروماتيد دوت لجوه ولا لبره؟ لبره، ده خارجي. طب الكروماتيد ده خارجي برضو، لكن الاثنين دول داخليين، اسمهم كروماتيدات داخليه او الكروماتيدان الداخليان. ايه اللي بيحصل؟ بص بص بص، غمي عينك والله بجد، غمي عينك وفتح اول ما اقول لك، او غمض عينك واول ما اقول لك فتح فتح. انت مغمي ها؟ ولا ما بهزرش، غمي عينك دلوقتي. انت لسه مغمي عينك على فكره، شايفك. يلا عد معايا، 1 2 3 فتح. ايه ده؟ تقول له يا مستر طب ما الكروموسومين برضه هم عندي وكل حاجه تمام، و4 كروماتيدات. ما انت مش شايف يا مستر. انا شايف على فكره وعامل نفسي من بنها. ايه يا مستر اللي انت عامله ده؟ مش ده كان كروموسوم احمر؟ ايه الحته الزرقاء دي؟ حصل فيها تبادل. اسمها ايه؟ تبادل. بيحصل بقى هنا ظاهره العبور. ايه يا مستر ظاهره العبور دي؟ هي تبادل في الجينات. طب بين ايه؟ بين الكروماتيدين الداخليين، عشان يحصل ايه؟ بص بص بص، حدوث تنوع وراثي، عشان حضرتك ما تبقاش شبه ابوك وامك 100%. يعني ما تطلعش نسخه طبق الاصل من باباك ومامتك. امال بتعمل ايه؟ لا يا باشا، انت عندك شخصيتك المستقل. اي نعم انت شبههم شويه، بس يعني انت نص من هنا ونص من هنا، انت مش كلك من هنا ولا كلك من هنا. تمام؟ تقول له يا مستر بقى انت كداب بقى. ده بص بقى، ده العيب اللي انت تقول لي انت كداب اصلا، بس يعني ده انا شبه ماما جدا. ده خالتي بتقول لي ده انت الخالق الناطق ستك. يا اسطى انا مالي؟ انا مالي؟ ده اللي بيحصل تبادل في الجينات لحدوث تنوع في الصفات الوراثيه. فانت مش شبه مامتك جدا ولا يعني فاهم، مش 100%، 70 80%. ماشي، بس مش 100%. واي نوت. في نهايه هذا الطور تتبادل قطع من الكروماتيدات المتماثله فيما يعرف بظاهره العبور. طبعا بقى الحاجات اللي احنا عارفينها، تختفي النوايا والغشاء النووي، تتكون خيوط المغزى، الكروموسومات عند منطقه السنترومير بتبدا بقى تتصل وهكذا. ماشي، بس هنا مجموعه رباعيه، خلي بالك. طور الاستوائي، ايه الفرق مستر بين الطور الاستوائي هناك والطور الاستوائي هنا؟ ان الطور الاستوائي هنا في 4 كروموسومات في الحته الواحده، دي مجموعه رباعيه. لكن هناك بص هنا صف واحد من الكروموسومات اللي هو واحده، لكن هنا بص كده، بص صفين. حلو. قال لي تترتب ازواج، هنا كانت الكروموسومات على طول، هنا ازواج الكروموسومات عند خط الاستواء بواسطه خيوط المغزى. وفي الطور الانفصالي طبعا تنفصل الكروموسومين عن بعض. ظاهره العبور ما بقتش مجموعه رباعيه، ما بقتش رباعيه، بقت 2 و2 كروموسوم وكروموسوم. طب بص كده صح، يعني مش هينفع بقى، انا مش عايز ارسمها تاني بصراحه. المهم نقرا. تتخلص خيوط المغزى فتتحد كل كروموسومين متماثلين. لازم نرسمها والله، لازم نرسمها. تقول لي يا مستر هو احنا فين كده؟ معلش احنا في الانفصال الاول، بس في غلطه. الجامد اللي طلعها والله العظيم تحدي كده ما شاء الله عليه. تقول له يا استاذ مش احنا في الانفصال الاول؟ اقول لك ايوه. يعني احنا عدينا على الاستواء الاول. اقول لك يعني عايز ايه؟ والتمهيد الاول والمجموعه الرباعيه وظاهره العبور. ايه اللي انت عامله ده يا مستر؟ يا مستر لازم نعمل تبادل للجينات عشان يحصل تنوع في الصفات الوراثيه، عشان ما تبقاش شبه والدك ووالدتك 24 قيراط 100%. فده يحط هنا اهو حته، وده ياخد من هنا ويحط حته هنا. بس عظمه جدا. صاحبي معلش، مش ده مربوط كده بخيوط مغزى وده مربوط بخيوط مغزى من السنترومير؟ ها ايه اللي يحصل؟ تنفصل السنترومير؟ لا، قال لي الانفصال بيحصل كده 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 كده. ده يروح الناحيه دي عند القطب الشمالي وده القطب الجنوبي. يلا بس اسالك سؤال، هل السنترومير انفصلت؟ لا ما انفصلتش.
يبقى في الانفصال الاول اكتب الحته دي ملحوظه مهمه جدا، كده كده هكتبها لك قدام. لا يحدث انقسام، لا يحدث انقسام للسنترومير. مستر امال مين اللي بتتفكك؟ المجموعه الرباعيه تتفكك الى كروموسوم هنا والكروموسوم هنا. الموبايل هناك ماشي. طيب في الطول النهائي يلا يا عم بقى عندك خليتين مستر، ده انا عارف ان الانقسام الميوزي بيديني 4 خلايا. اقول لك ما انا عارف. تقول لي طب ما دي خليتين، ما بيحصل بقى مضاعفه الخلايا ديت بعد شويه. قال لي يا باشا هتختفي خيوط المغزل، ما احنا عارفين بقى ان الطول النهائي عكس التمهيدي زي ما قلنا قبل كده. يتكون عند كل قطب من قطبي الخليه نوايا وغشاء نووي يحيط بالكروموسومات وبذل زهقت تعبت. هي والله يا مستر نفس الكلام، عيد يا ابني الكلام يا ابني والله، بس هنا فرق ان هنا كانت 2 نون لكن هنا 1 نون، نصف في الكروموسومات، وبيحصل بعد كده تضاعف. طيب ظاهرة العبور هي تبادل للجينات بين الكروماتيدات الداخليين. بص داخليين عشان ما اقولكش خارجيين وتتسوح تسويحه صوت. طيب انا هاخد بقى اجيب الايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب شوف بس كده نقرا شوية حاجات معلش. سبحان الله ماشي. والله يا جماعة مصدع جدا يعني فايه؟ بس ان شاء الله نكمل طيب الانقسام الميوزي اللي هو الاختزالي الثاني يحدث الانقسام الميوزي الثاني الى زيادة عدد الخلايا الناتجة. يعني بدل ما انت عندك 2 يبقى عندك 4 على الانقسام الميوزي الاول، حيث تنقسم فيه كل خلية من الخليتين الناتجتين من الانقسام الميوزي الاول الى بنفس الطريقة الانقسام الميتوزي العادي بقى. ايه ده؟ يعني واحدة بص كده. يعني انا في الميوزي الثاني ده حصري للميوزي الثاني بس؟ لا الميوزي الاول قصدي، انا اسف، الميوزي الاول ده الحصري، الحاجه الوحيده اللي لكن الميوزي الثاني شبه الميتوزي. شبه الميتوزي ازاي يعني يا استاذ؟ شبه الميتوزي في كل حاجه حرفيا يا ابني. مش كان في كروموسوم مزدوج والمفروض بعد كده بيبقى خط استواء وتنفصل السنترومير هو والله يعني الميوزي يجي يقول لي الميوزي الثاني شبه مين؟ تقول له الميتوزي. حتى في كتاب الامتحان مش كاتب لك حاجه، مش راسمها لك، هو راسمها لك بس وقايل لك ايه؟ يلا من هنا امشي شبه الميتوزي، روح ذاكر الميتوزي وتعالى بقى هنا نفس الكلام. طيب انا مش هسيبك لوحدك برضو، احنا هنتكلم مع بعضين. تتضمن طبعا الانقسام تمهيدي تاني، استوائي تاني، انفصالي تاني، نهائي تاني. خلي بالك بقى، خد بالك ان في الانقسام الميوزي الاول يسبق الطور التمهيدي الاول طور بيني تتضاعف فيه الماده الوراثيه. ده فين ده يا صاحبي؟ في الميوزي الاول. طب قبل لا يسبق، في الميوزي الثاني لا يسبق. الحته دي مهمه جدا يا جماعه والله العظيم، اقسم لك صورني جنبها مهمه، اقسم لك بالله مهمه دي. طيب قال لي لا تنقسم السنتروميرات في الطور الانفصالي الاول. احنا اتفقنا ان المجموعه الرباعيه هي اللي بتنفصل، كل جزء او كل كروموسوم بيروح في ناحيه. تتكون مجموعتين متماستين من الكروموسومات ثنائيه الكروماتيد او الكروماتيد عند قطبي الخليه. ايه تاني؟ هنا بقى في الانقسام الميوزي الثاني تنقسم السنترومير وتتكون برضو بس كروماتيدات بقى مفرده. طيب سرعه الكبد قال لي خلايا الكبد لا تنقسم ولكنها تحتفظ بالقدره على الانقسام تحت حته معينه او تحت ظروف معينه. بالبلد كده يا عم، كبدك ما بينقسمش تلقائي من نفسه، يعني هيكبر يروح فين؟ انت جوه مفيش مكان لخرم ابره، مفيش مكان لابره. فالمفروض ايه اللي يحصل؟ لو احنا مثلا في حد من قرايبك مثلا حصل له مثلا تليف في الكبد لا قدر الله يعني، او فيروس سي، فاضطرينا ان احنا نشيل جزء من الكبد. مش عارف فيروس سي ده بيشيل جزء من الكبد ولا لا، بس عشان ابقى المعلومه كامله، اضطرينا ان احنا نشيل جزء من الكبد. ايه اللي هيحصل؟ الراجل هيموت. فانت يا عم تتبرع بكبدك. كبدي؟ لا، حته من كبدك، انا اسف، حته من كبدك دي تروح تحطها هناك تزرعها. زراعه الاعضاء يا جماعه، انت بتحط حته وبتسيب بقى العضو يشتغل يكمل بقى، هو هيكمل. فالكبد بيكمل. طب كبدك ده مثلا انا في حته عندي كده اتقطعت، لا ما دي ظروف بقى خاصه. اللي بيحصل انقسام عادي جدا خالص. طيب قال لي بص يا عم، عند اتحاد المشيج المذكر بالمشيج المؤنث خلال عمليه الاخصاب يتكون الزيجوت الذي يتجمع به العدد الكامل من الكروموسومات 2 نون، وبالتالي يظل عدد الكروموسومات ثابتا في افراز النوع الواحد. حلو الكلام. طيب
الورم السرطاني هي كتله من الخلايا الناتجه عن الانقسام المستمر. الحته دي برضه بتاعت الدكتور مصطفى السيد، قال لك عالج مرض السرطان بجزيئات الذهب ابعادها وحده النانومتر. طيب كشف عن مرض السرطان طبعا يا جماعه بقى نقراها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحمل جزيئات الذهب النانويه ببروتينات تتميز بالقدره على الالتصاق بافرازات الخلايا السرطانيه، ويتم حقن المريض بقى وايه كمل قرايه. طيب يلا بينا على التكاثر. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا علاج بقى مرض السرطان احنا اتفقنا استخدم جزيئات الذهب النانويه والقنابل المجاريه. تعال على التكاثر. انت اقوى ان شاء الله يعني. يا جماعه حد بيتحفز من الحاجات دي؟ يعني انا في سنك ما كنتش بتحفز، انا كنت بتحفز بالشبشب والله العظيم. تجيب لي شبشب اتحفز، لكن ده كده ما كانش بيحفزني. حاسك كده برضه والله يعني، بس انتوا جيل ايه متدلع. انا منكم اصلا يعتبر يعني مش كبير جدا الحمد لله. طيب قال لي التكاثر هي عمليه حيويه يكون فيها الكائن الحي بانتاج افراد جديده من نفس نوع، مما يضمن استمراره وحمايته من الانقراض. طب بقول لك ايه، حته كده انا شايف ان هي انت لازم انت عارفها دلوقتي، انت عرفتها اصلا قبل كده بس لازم اقول لك عليها. هو التكاثر ده مهم ليك؟ تقول لي يا مستر مهم ليا، شوف عيالي. لا بالمنطق مهم ليك انت. يعني انت لو ما اتجوزتش هتموت؟ لا. تقول لي طب ما انا عايش دلوقتي، انت كطالب ثالثه اعدادي انت عايش 15 16 سنه وما اتجوزتش وما متش، وانا برضو عايش وما متش، وابوك عايش، ابوك اتجوز وخلفك، انا اسف، واخوك الكبير برضو ممكن يبقى عايش وما اتجوزش. فالجواز والتكاثر مش مهم لينا احنا او مش مهم ليك انت كبني ادم، هو مهم للانسانيه عشان ما ننقرضش. غير كده عادي تطز فيك انت اصلا، طز فينا احنا. انا اهم حاجه عندي الانسانيه. تخيل يعني ان هي اهم حاجه عندك الانسانيه. طيب التكاثر في الكائنات الحيه. قال لي يا عم خلي بالك انا عندي نوعين من التكاثر. بص كده تعالى، عندي تكاثر مبدئيا بس كده نبدا بالتكاثر اللا جنسي. وقال لي خلي بالك عشان دوت بيعتمد على الانقسام الميتوزي. طب التكاثر الجنسي قال لي بيعتمد على حاجه اسمها الانقسام الميوزي. طب بقول لك يا صاحبي معلش، انا كنت بتلخبط فيهم والله وانا صغير، بس انا كان عندي كده باترن. يعني ايه باترن؟ يعني مخطط كده بقى ايه بعمله لنفسي. مش انا في الدرس الاول في الانقسام خدت ميوزي؟ هنا هناخد ايه؟ لا جنسي جنسي. خلاص يبقى الاول مع الاول، تاني مع التاني. ميتوزي لا جنسي، ميوزي جنسي. طيب قال لي خلي بالك بقى يا دكتوره معلش ان التكاثر اللا جنسي ده اسمه كمان لا تزاوجي. يعني ما بيحصلش تزاوج، يعني كانت اصلا كائنات بسيطه اوليه. طب بيحصل فين يا عم الاستاذ؟ قال له تحدث عمليه التكاثر الجنسي في نوعين من الكائنات الحيه، يا اما وحيد الخليه يا اما عديد الخليه. اول حاجه وحيد الخليه بسيطه، بيتكون من خليه واحده ترى بالميكروسكوب. ولكن حاسس ان انا مش هحتاج دي تاني بصراحه يعني، فيعني ممكن نعمل كده. نجيب لك يعني اقول لك ثانيه واحده كده، اجي لك بس كده اشوف انت شايف ولا مش شايف. انت شايف احسن مني يا ابني والله ما شاء الله. طيب نرجع تاني. طيب ولا اي حاجه ولا اي حاجه. اول حاجه بيحصل في جميع الكائنات الحيه وحيد الخليه. زي مين؟ اول ما اقول لك كائن حي وحيد الخليه تقول لي بكتيريا. هي اول حاجه. قال لي زي البكتيريا، زي الاميبا. واميبا ديت احنا خدناها في اولى اعدادي. اميبا يبقى اميبا باراميسيو يوجلينا. والله حتى كان في ناس كنا يقول لك يوجلينا براحتك عادي 2 1. وعندي كمان فطر الخميره. خلي بالك ركز على الفطر ده. يبقى انا عندي حاجه اسمها فطر الخميره. مثلا فطر الخميره ده اللي هو خميره البيره اللي عندنا في مش عارف بنعملها في ايه. طيب بعض الكائنات الحيه عديده الخلايا زي مين؟ زي نجم البحر والهيدرا وعيش الغراب والانسان. ما الانسان يا مستر كائن عديد الخلايا. ايوه مين قال لك ان الانسان اصلا بيتكاثر لا جنسي؟ الانسان بيتكاثر جنسي تزاوجي، احنا بنتجوز. فيعني الله يرضى عليك كده مش عايزين زكاوى. اصل في برضه في الحصه قال لك ايه؟ والانسان مش عديد الخلايا يا مستر ده. ايوه احنا مش بنتكاثر لا جنسي، احنا بنتكاثر جنسي. حاسس ان احنا بنعيد اللي بنعيده ونزيد. طيب يبقى كده يا جماعه تاني اهو. التكاثر اللا جنسي بيحصل فين؟ في وحيد خليه وعديد خلايا. وحيد خليه
كائنات مجهريه ترى بالميكروسكوب زي بكتيريا، اميبا، باراميسيوم، يوجلينا، وكمان معانا فطر خمير. لكن في العديد الخلايا زي نجم البحر والهايدرا، وكمان فطر عيش الغراب، وعندي كمان حاجه كده اسمها الاسفنج. مين يا مستر؟ هبهرك. مين الاسفنج ده؟ هبهرك اقسم لك بالله بس مش دلوقتي. قال لي خصائص التكاثر اللا جنسي يا عم، يعني ايه الخصائص اللي موجوده في الكائنات اللي بتتكاثر اللا جنسي؟ قال لي اول حاجه على فكره هو يتم عن طريق كائن حي واحد. يعني ايه؟ يعني واحد بيتجوز مش اللي في بالك يا حبيبي، مش اللي في بالك. كائن حي واحد بينقسم بينفصل كده على بعض. طيب يبقى يتم عن طريق كائن حي واحد يطلق عليه الفرد الابوي. الفرد الابوي ده يعني مفيش لا هو فرد ابوي، ومش قصدي بيه ان هو ذكر. العالم دي اصلا اسمع كده لا يتطلب وجود اجهزه او تراكيب متخصصه، يعني اصلا ما عندوش جهاز تناسلي. هو فين الذكر فين الانثى؟ مفيش ذكر وانثى. حاجه زي البكتيريا دي ما عندناش ذكر وانثى. يعتمد حدوثه على الانقسام الميتوزي، ونسمع احلى تحيه احنا كده كده حافظينها اصلا، الاول مع الاول والثاني مع الثاني. ميتوزي لا جنسي، ميوزي جنسي. جميل. يحافظ التكاثر اللاجنسي على التركيب الوراثي. مش هو يا جماعه بيحصل عليه حاجه اسمها ميتوزي؟ تقول لي طب هل الميتوزي ده بيحصل فيه حاجه اسمها ظاهره عبور؟ تقول لي مستر لا ده احنا ما قلناش اللي هي هنا، ظاهره العبور ما بتحصلش هنا، يبقى عدم حدوث تنوع ايوه في الصفات الوراثيه، فبيديني نسل طبق الاصل. نسخه نسخه بجد والله العظيم. بكتيريا تديني بكتيريا شكلها بالظبط كوره مربع. مفيش حاجه اسمها اصلا بكتيريا مربعه، بس يعني تخيل معايا. طب ايه اللي بعد كده يا مستر؟ قال لي تعالى نشوف التعريف. احنا بنعمل كده اصلا بنقول التعريف ماشي. قال لي التكاثر اللاجنسي هي عمليه حيويه يكون فيها الفرد الابوي، الفرد الواحد، ركز، الفرد الواحد بانتاج افراد جديده مطابقه له مطابقه عشان لا يحدث فيها ظاهره عبور، لم يحدث فيها تبادل للجينات الداخليه، لم يحدث فيها تنوع في الصفات الوراثيه. جميل. طب اللي بعد كده يا استاذ، يلا بس تعالى. قال لي يا باشا انا عندي انواع او اشكال التكاثر اللاجنسي. عندي يا عم كام شكل؟ عد معايا يا عم. قال لي والله يا مستر عندي اول حاجه اسمها الانشطار الثنائي. بعد كده التبرع، بعد كده التجدد، بعد كده الجراثيم، بعد كده الخضري. عديت كام؟ 5. طب الجنسي هو جنسي 1. في ثالث ثانوي بقى تاخد بقى حاجات بقى اقتران بقى والكلام الكبير ده. طيب التكاثر بالانشطار الثنائي. بص يا عم تعالى بس نشوف كده الايه الحته دي يا صاحبي. انا عندي مثلا خليه، مش هقول لك دي دلوقتي، لا دي مش خليه يا صاحبي، ده كائن حي كامل، ده وحيد الخليه. يعني مثلا دي تعالى نقولها، دي الاميبا. قال لك الاميبا دي بتنقسم او بتتكاثر لا جنسي، ما طبعا ما وحيده الخليه، ما عندهاش اجهزه متخصصه، تعتمد على الانقسام الميتوزي. قال لي اول ما تقول يا انقسام تنفصل، النواه دي بتنقسم كده والجسم كله بيتشق 2. فلو ده الفرد الابوي وده كده منفصل كده اسال سؤال وضيع اقسم لك بالله مش هجاوب، ده الكائن وضيع. فين الاب؟ تقول لي الاب اهو. لا انا قصدي الاب من دول يا حلاوه يا حلاوه. فين الاب؟ تقول لي فين الاب اصلا؟ هو الاب فين؟ بجد والله بسالك فين ابوه؟ مش حرام، مش عايز حاجه حرام والله، بس فين الاب؟ قال لي بيحصل هنا يا دكتور ويا دكتوره حاجه اسمها اختفاء للفرد الابوي. يا ولده بيضحي بنفسه علشان نوعه. ده اكبر مثال يثبت لك ان التكاثر مش مهم للكائن الحي، هو مهم للنوع ككل. طيب قال لي هو التكاثر اللاجنسي يتم عن طريق انشطار الفرد الابوي الى اوعيه الخليه الى خليتين متماثلتين، كل منهما مطابقا له تماما في صفاته الوراثيه، عشان بيعتمد على الانقسام الميتوزي. ومش هقولها تاني عشان انا زهقت. انقسام ميتوزي ما بيحصلش فيها حاجه اسمها ظاهره عبور، لا يحدث ظاهره عبور، لا يحدث تنوع في الصفات الوراثيه، يديني فرد مطابق تماما. ماشي. يحدث في ايه؟ قال لي يحدث في الكائنات الحيه وحيده الخليه، مثل تعالى بقى الحته دي مهمه. الطحالب. اي طحالب يا مستر؟ لا الطحالب البسيطه.
وبعد اذن سيادتك انا مش هعلم غير على الطحالب البسيطه، مش هبروزها. ليه؟ هقولها قدام فمهمه. وهسالك بعد كده سؤال. لحد دلوقتي الطحالب تتكسر بكام نوع؟ اول نوع انشطار ثنائي، ونوع كمان والنبي بقول، عشان لما اسالك دلوقتي كل الطحالب تتكسر بالانشطار الثنائي تقول لي غلط، في نوع جاي قدام يا مستر. والبكتيريا والاوليات الحيوانيه مثل البراميسيوم واليوجلينا مش بحبها كده، مش بحبها، مش معدوله، اميبا براميسيوم يوجلينا. يبقى تعالى معلش، يبقى احنا تمام كده يا جماعه، عرفنا ان الانشطار الثنائي بيحصل فيه اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم الطحالب البسيطه. ماشي يا مستر، انت بتعيد ليه؟ مأكد يا عم معاك. تاني حاجه اسمها البكتيريا، بعد كده الاوليات الحيوانيه، وخليك فاكر ان الاوليات الحيوانيه دي بتتقسم ل3 كائنات. اول نوع اسمه اميبا، ولما قلت اميبا يبقى كمل معايا يا باشا ال3 اللي انت عارفهم، اميبا براميسيوم يوجلينا. تمام؟ يبقى كده يا عم يلا اهو نعيد ونزيد في الحته دي. عشان الاسئله تيجي كده يقول لك من امثله الكائنات التي تتكاثر بالانشطار الثنائي نقط ونقط ونقط. ها تقول لي يا باشا اول حاجه طحالب بسيطه، مش طحالب وخلاص، طحالب بسيطه. تاني حاجه اسمها البكتيريا. تالت حاجه الاوليات الحيوانيه ومن ضمنها الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا. طيب قال لحضرتك كمان بيقول لك كيفيه حدوثه، ايه اللي بيحصل؟ قال لي تنقسم نواه الخليه انقساما ميتوزيا. خليك فاكر بقى احنا اتفقنا ان اي انقسام في التكاثر اللاجنسي هو انقسام ميتوزي بحت. تمام؟ ويعني ايه انقسام ميتوزي؟ ان الكائن الحي اهو ينقسم الى 2. فين الفرد الابوي؟ مش موجود. ليه؟ لان ده انشطار ثنائي. قال لي تنشطر الخليه التي تمثل جسم الكائن الحي الى خليتين ليصبح كل منهما فردا جديدا مطابقا تماما للفرد الابوي. مطابقا يعني نفس الماده، نفس كل حاجه 100% بالظبط. طيب يبقى دي يا باشا كده الجزء اللي فات، الجزء اللي فات. طيب قال لي تاني حاجه اسمها التكاثر بالتبرعم. التكاثر بالتبرعم ده يا دكتور كلمه تبرعم جايه لي من كلمه برعم. ويعني ايه يا مستر برعم؟ حبايه او بروز. هو بروز ينشا كبروز جانبي على جانب الجسم او جانب الخليه، سواء خليه دي او هي خليه اصلا وحيده الخليه او ده كائن عديد الخلايا. لان انا ما قلتلكش، ما دلوقتي بقى احنا خلاص كبرنا شويه، ممكن يحصل التبرعم في كائن وحيد الخليه مثل فطر الخميره، او كائن عديد الخلايا زي حاجتين، حاجه اسمها الهيدرا وحاجه اسمها الاسفنج. تمام؟ طيب يا عم يلا بينا. بيقول التكاثر بالتبرعم هو تكاثر لا جنسي، عارف، يتم عن طريق البراعم الناميه من الفرد الابوي. انا بص يبقى في فرد ابوي كده واقف هنا اهوت، في جزء كده بيخرج منه، المفروض ان الجزء دوت بيعمل لي كائن حي جديد. تمام؟ بس انت هنا ايه رايك؟ انت عارف الاب ولا مش عارف؟ عارفين ابوه وعارفين اصله وفصله وعارفين كل حاجه، بس حته منه بس ايه هي اللي اتعملت. لكن الناحيه الثانيه في الانشطار ده كان الخليه الابويه بتنقسم انقسامين، بتنقسم لاثنين. انت الاب؟ لا مش انا والله. انت الاب؟ والله مش انا. شوف بقى انت ايه، مين ابوك. المهم قال لي طب ما هو البرعم؟ وده برضو تعريف مهم بيجي في الامتحانات، ويا رب يجي اكتب مصطلح يعني انا فاهم. بص تعريف 3 سطور يعني فاهم، بس والله العظيم سهل جدا. قال لي البرعم هو ينشا كبروز جانبي. يعني كلمه بروز يعني حاجه خارجه، حبايه في الخليه الام تهاجر اليه احدى النواتين الناتجتين. يبقى اول حاجه يا جماعه في التكاثر بالتبرعم بينشا بروز، بعد البروز الخليه تنقسم. تبقى غالي على قلت لي الانقسام ده اسمه انقسام ايه؟ احنا في تكاثر لا جنسي يبقى انقسام ميتوزي. تمام؟ طبعا ميتوزيه. يحدث في الكائنات الحيه مالها يا عم؟ قال لي الكائنات الحيه الوحيده والعديده. الكائنات الحيه الوحيده مثل فطر الخميره، والعديده مثل الهيدرا والاسفنج. مين بقى مستر الاسفنج اللي انت عمال تقول لي عليه؟ الاسفنج يا جماعه بين قوسين كده خلاص، يعني اللي هو من يسكن البحر ويحبه الماء، سبونج بوب. سبونج بوب سكوير بانس. بانس بسين ولا بالسين؟ بانس ف. طيب المهم يا باشا تاني حاجه اسمها التكاثر بالتالت حاجه اسمها التكاثر بالتجدد. يبقى يا جماعه بس معلش نمسح بس الكلام على العبط دوت، احنا ناس كبيره دلوقتي. انت بتتفرج على سبونج بوب انا عارف والله العظيم، عاش يا اسطى انا كمان بفرج. قال لي يبقى الكائنات الحيه وحيده الخليه مثل فطر الخميره. خلي بالك فطر الخميره دوت اللي جالك الرسم عليه، بص بيبقى بالشكل دوت. بعد كده يبدا في برعم، طبعا هنا في نواه. ماشي. بعد كده تبدا بالشكل ده. بص مين ده؟
مين اللي عامل شبه الحبايه ده؟ ما برافو، ده البرعم، ده البروز الجانبي. مش كان فينا نواه؟ لا يا صاحبي، دي بقت نواتين، بقينا في فجوه وفجوه. تمام. والنواه دي تقوم رايحه هناك، تقعد هناك. ويبقى عندك حلين على فكره. يا اما الكائن الجديد ده، البرعم الجديد ده، يفضل لازق في قلب الخليه الابويه ويفضل موجود، وبالعكس ويبدا ينقسم وينشط، مش ينشطر، ويبدا يتبرعم براعم ثانيه وكلام ده، ويكون لي مستعمره. يا اما سبحان الله، المفروض ان احنا يا رب يكون شغال، يا رب تبقى سامعني يعني، عشان احنا قعدنا فتره كبيره مش فاهمين. يا اما مستر ينفصل عنها، يبقى يا اما ينفصل ويكون برعم جديد او كائن جديد، يا اما يكون مستعمره. يلا يا باشا تعالى بس كده نشوف كيفيه حدوثه. يحدث في بعض الكائنات الحيه عديد الخلايا مثل نجم لا ده التجدد. خلاص احنا تمام، احنا الحته بتاعت اللي هي دي مش مكتوبه بس انت خدتها. تمام. لا يعني عندك خيارين، يا اما تفضل موجود وتكون لي مستعمره، يا اما تنفصل وتكون لي كائن حي جديد. ماشي. نبدا يا باشا بثالث حاجه بالتجدد. طيب بص يا صاحبي، التجدد دوت قال لي يا عم كلمه التجدد غير كلمه التكاثر بالتجدد. مش فاهم يا استاذ. لا فهمني، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كلمه تجدد يعني حاجه موجوده وبتتجدد. بمعنى يا مستر انا يا عم مثلا عندي 4 اطراف، او انا عندي 5 صوابع. تخيل معايا، مش عايز بقى اقول لك كائنات وبورس والكلام الحاجات المقرفه دي. 5 اصابع، لو الصباع ده اتقطع ايه رايك؟ يتجدد ولا ما يتجددش؟ ما يتجددش. تعالى يا عم نقول ان هو هيتجدد، فده كده ايه؟ تجدد. لا ثانيه كده يا مستر، ده تجدد بس ليه مش تكاثر بالتجدد؟ قال لي كلمه تكاثر دي لازم يعمل لي كائن حي جديد، لازم ينتج لي نسل جديد. هو الصابع دوت لما اتجدد انتج لي نسل جديد. ده انا صباعي قدر الله يعني بعد الشر عليا طبعا وعليكم اتقطع وطلع تاني، خلصت. امتى يبقى تكاثر؟ بص طبعا الكلام ده كله كلام مش منطقي. تمام. لما الصابع ده يتقطع، حلو الكلام، فدلوقتي يبقى الصابع اهوت حلو، فالصابع ده ذات نفسه ينمو ويكون لي ايد، والايد تنمو وتكون لي دراع، والدراع ينمو ويكون لي مستر نصر. ايه ده كده يبقى اسمه ايه؟ تكاثر بالتجدد، ويبقى وانا مش عارفني. فالمهم يا صاحبي ان في الحاله الاولى ركز، كانوا 5 صوابع، صباع اتقطع رجع تاني، ده تكاثر ولا تجدد بس؟ تجدد بس. لكن في الحاله الثانيه ده الصابع نما وكون كائن جديد، فهنا بس يبقى تكاثر بالتجدد. طب بص يا صاحبي، قال لي كيفيه حدوثه، يحدث في بعض الكائنات الحيه عديده الخلايا مثل نجم البحر. طب يلا يا جماعه مين نجم البحر دوت؟ هو بسيط والله العظيم، هو بسيط. كان عندنا سريع في في المجره الحلزونيه، وعندنا سبونش وبسيط. فيش تاني تقريبا. قال لي رقم 2 يتم عن طريق نمو احد الاجزاء المفقوده من جسم الكائن الحي والتي تحتوي على جزء من القرص الوسطي. بص يا صاحبي، انا عندي حاجه اسمها نجم البحر. فين يا مستر نجم البحر؟ نجم البحر عباره عن دايره كده في النص، وادي نجمه ادي نجم البحر، احلى نجمه بحر تشوفها في حياتك. حلو كلام سليم. عايز ايه؟ قال لي مستر وانت لو عملت كده قطعت حته من ايده بس، بص من طرفه يعني، ولا يهتني يا باشا، بعد اسبوع يومين 3 4 5 ايام يلا يا صاحبي خلصت، كوننا جديد. اسالك سؤال، ده تجدد ولا تكاثر بالتجدد؟ اللي قال تكاثر بالتجدد ده حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعه، حسبي الله ونعم الوكيل. يا اسطى هل ده كائن حي جديد؟ مش ده كان النجم؟ هو النجم اهو، زودنا بس دي كده بس. طب بص كده، يلا انا قمت واخد حته كده. تقول لي يا مستر انت خدت ايه بالظبط؟ تعالى بس اقول لك. بص كده اهوت، خدت الحته دي، ما المفروض دي كلها كده اهو انت بقى مسحت الحته دي كده، وقمت واخدها هنا اهوت مع حته من القرص الوسطي، يبقى خدت حته من الدراع وحته من القرص الوسطي. شايف النجم البحر دوت؟ هنعتبر يا عم ان هو الاب ده هيمشي كده اهوت، وتلاقيه ان هو كون لي دراع جديد، ولا كأن حاجه حصلت.
بس دوت هنا بقى ده بيحصل له تجدد طبعا، انت خلاص عارفين الحته ديت. ده هيمشي الناحيه دي ويحصل له تكاثر بالتجدد. ليه يا مستر تكاثر بالتجدد؟ هو انا ما قلتلكش ما الحته من الايد دي مع حته من القرص الوسطي هتعمل لي نجمه بحر جديده. طب احنا عرفنا الكلام ده منين يا مستر؟ قال لي يا عم كان في صيادين بتصطاد اللؤلؤ. عارفين يا جماعه انتوا المحاريات، لعبت لعبه سمك قبل كده اللي انت بتنزل تحت كده وتاخد اللؤلؤه وتبقى بتاكل سمكه كبيره والكلام ده كله؟ هي دي اللي تحت خالص دي. الناس تجيب الحته الغواصين ينزلوا يجيبوا اللؤلؤ واللولي والمرجان والحاجات الغاليه ديت. مين بقى اللي بياكلها؟ نجم البحر. فقاموا الاذكياء بقى قال لك احنا نعمل ايه؟ احنا نجيب نجم البحر دوت ونقطعه حتتين. ده اذكى واحد فيهم اللي قطعوا حتتين دول. في واحد تاني بقى غبي جدا قال لك انا بص بقى انا هجيبه واقطعه 8 حتت. طبعا مش فاهم ان 8 حتت معنى كده ان كل حته ادتني نجمه بحر جديد. فعشان كده قلت لك ان ده اذكى واحد فيهم اللي هو عمل قطعه حتتين. طب يا مستر انا لو مكانهم اعمل احرق امه يا عم، احرقه بجاز، هيتحرق هيموت. ما هو اي نعم حرام بس احرقه. تمام ماشي يا عم. قال لي بص بقى يا عم يتم عن طريق واحد الاجزاء. اتفقنا كلام قشطه خلصانه. طبعا انقسام ميتوزي كل ده انقسام ميتوزي سواء التجدد او التكاثر بالتجدد. تمام بس خلك لازم يبقى في حته منين؟ من القرص الوسطي، الحته اللي في النص. طب لو ما فيش حته من النص بص كده تعالى. طب لو قطعت الحته دي يا مستر بس كده كده بس اهي هل فيها حته من القرص الوسطي؟ لا ماتت. البقاء لله. طب ده تجدد بس. تمام يا صاحبي؟ تمام يا دكتوره؟ تمام. هنا فين؟ قال لي يا باشا تعالى كده بص. التجدد هو قدره بعض الكائنات الحيه على تعويض الاجزاء المفقوده منها. زي ايه يا عم؟ قال لي مثلا زي التئام الجروح مثلا، او لا التئام الجروح دي حته ثانيه. تعويض الاجزاء يا جماعه زي مثلا البرص لما ديله كده يتقطع، او زي مثلا الاخطبوط. خش كده على الاخطبوط هتلاقي مثلا من اهم العجائب اللي على الاخطبوط ان هو عنده 3 قلوب ودمه باين لونه ازرق. تمام فيعني خش وابحث دور هتلاقي ان الاخطبوط لو قطعت حته من ايده هو يسيبها لك اصلا. خد يد خد ايدي يلا سلام عليكم انا مش عارف. ايوه ليه بقى؟ قال لي يا باشا والله العظيم بيرجعها تاني. خلي مش بيرجعها في يوم يومين، لا يعني ممكن شهر اسابيع على مدار اسابيع. طب التكاثر بالتجدد قال لي قدره الجزء المفقود الجزء نفسه على ان هو يبقى كائن حي جديد. قال لي من بعض الكائنات الحيه على النمو مكون كائن حي جديد او كامل مطابق كمان للفرد الابوي. لا يعتبر تجدد في جميع الحالات تكاثرا. دي مهمه جدا ده اهم سؤال فعال في الحته دي، لانه قد يحدث بهدف النمو او تعويض الخلايا التالفه. ماشي. تعال بقى على التكاثر بالجراثيم او ليها اسم تاني يا صاحبي مش عارف كاتبه لك ولا مش كاتبه لك، اسمها الابواغ. الابواغ او الابواج. انا من انصار اللي بقولها ابواج بصراحه. الغين المفروض نطق غين بس يعني انا بقولها ابواج. انا اسف. قال لي تكاثر لا جنس. طب ما انا كده يا باشا معلش يعني ده رابع حاجه. تمام فاكر الاولى ولا مش فاكر؟ الاولى انشطار ثنائي، الثانيه حبايه اللي هو البرعم يعني التبرع، الثالثه حاجه اسمها تجدد، الخامسه اغسل ايدك يبقى جراثيم. برافو عليك ماشي جراثيم او حاجه اسمها الايه؟ الابواغ. قال لي عن طريق الجراثيم التي تنتجها بعض الكائنات الحيه. طب يا عم احنا يلا ايه ده؟ دي صفحه 7 احنا قربنا نخلص. افرح يا بابا افرح. طيب قال لي يا باشا بيحصل ايه؟ بيبقى عندي حاجه اسمها حوافظ جرثوميه. حوافظ جرثوميه دي فين يا عم؟ قال لي والله مثلا على الكائنات اللي هي في 3. بص انت دايما هتفتكر 2 والتالت ده تبقى تنساه يا اف قرف. فايه رايك نقوله في الاول الكائن اللي انت تنساه؟ هيقول لك بعض الطحالب. بعض الطحالب. انا خدت الطحالب دي فين قبل كده يا استاذ؟ اي فعلا خدناها في اول حاجه في الانشطار الثنائي. كنا بنقول طحالب بسيطه، بعد كده حاجه اسمها بكتيريا، بعد كده اميبا براميسيوم يوجلينا. تمام. طب فطر الخميره ده كان بايه؟ تبرعم. ده كان حي وحيد الخليه. طب بص كده الهايدرا والاسفنج سبونج بوب ده كان ايه؟ بالتبرعم برضه بس عشان هو عديد الخلايا. جميل. فاسالك سؤال دلوقتي، هل كل الكائنات اللي تتكاثر بالتبرعم وحيده الخليه؟ قطعا لا، لان عندي هايدرا واسفنج. هل كل الكائنات اللي بتتكاثر بالتبرعم كائنات عديده؟ برضه لا، لان عندي فطر الخميره. تمام. طب بص بقى التقيله دي. انا قلت اول حاجه في الجراثيم او الابواغ حاجه اسمها ايوه بالظبط الطحالب. بعض الطحالب. يبقى اسالك سؤال يا دكتور،
كل الطحالب تتكاثر بالانشطار الثنائي، صح ولا غلط؟ غلط، الطحالب البسيطه. طب بص كده، بص، بعض الطحالب انشطار، صح. بعض الطحالب جراثيم، صح. جميل، تمام. يبقى لو قال لي كل الطحالب هنا او هنا غلط. طب يجيبها لك بقى مباشره، تتكاثر الطحالب لا جنسيا بطريقتين هما نقط ونقط، يبقى اول واحده ورابع واحده الانشطار الثنائي والجراثيم. ممتاز. يعني الاسئله دي كلها على فكره بنحضرها لك في اجمد ملزمه مراجعه على منهج كامل شامل باذن الله. فيعني اتاكد ان انت عامل بقى سبسكرايب ومفعل كده زر الجرس علشان تشوف كل جديد ان شاء الله باذن الله. يعني والترم الثاني ان شاء الله مستر نصر تاني خالص. يا جماعه معلش، انتوا عارفين الناس من مستر نصر؟ الناس فعلا عارفين يعني ان اي اس ار دي هيقولها ناصر. انا معاك والله، انا متعود على الكلام ده، بس انا اسمي نصر. ما تقوليش يا ناصر دي، انا خايف تبقى لازمه والله، والالف اللي كانت تقول لي مستر ناصر مستر ناصر. فيعني بالله عليك ما تعملش كده. الحوافز الجرثوميه هي اعضاء خاصه تحملها بعض الكائنات الحيه وتحتوي بداخلها على عدد كبير من ايه يا استاذ؟ من الجراثيم. طيب قال لي بيحدث فيها ايه؟ قال لي بيحدث يا عم في بعض الكائنات الحيه، في بعض الكائنات الحيه كثير من الفطريات مثل فطر عفن الخبز وفطر عيش الغراب وبعض الطحالب. يبقى بص اسمع كده معلش، كان عندي حاجه اسمها فطر الخميره. ده كان ايه؟ فطر الخميره ده كان تبرعم. وكان فطر وحيد الخليه. طب يا عم وربنا انا مش عايز اكتب هنا تاني اصلا، مش عايز اكتب هنا في الحته دي تاني. يبقى فطر، في فطر الخميره، وده كان فطر بيتكاثر بالتبرعم وكان وحيد الخليه. طب اسمع بقى، كل الفطريات تتكاثر بالتبرعم غلط، ده كان بعضها فطر الخمير. تمام. الفطريات تتكاثر بنوعين من التكاثر الا وهما، هو طبعا تكاثر لا جنسي بس بشكلين قصدي، الا وهما التبرعم والجراثيم. الحته دي مهمه جدا، حته يا جماعه بص هو بيسال دايما في ايه؟ في الحته اللي بتلخبط. الطحالب هنا وهنا، موجوده هنا وموجوده هنا، والفطريات لان موجوده هنا وموجوده هنا، فهيغلطك هنا، اوعى تغلط. قال لي كيفيه حدوثه، تعمل بعض الكائنات الحيه اعضاء خاصه اللي هي اكياس تسمى حوافز جرثوميه تحتوي بداخلها على عدد كبير من الجراثيم. عند نضج الجراثيم دي لما تبقى ناضجه تنفجر هذه الحوافز وتتناثر الجراثيم الموجوده في الهواء. عند سقوط الجراثيم الناضجه على بيئه صالحه او بيئه مناسبه فانها تنمو بالانقسامات الميتوزيه الى كائنات حيه كامله من نفس النوع. يبقى شرط عشان الجراثيم تنمو لا تنزل على بيئه صالحه. طب لو نزلت على بيئه غير صالحه لن تنمو. بيئه غير صالحه زي مثلا النار، اتحرقت خلاص ماتت. طيب التكاثر الخضري دوت هو تكاثر لا جنسي يتم بواسطه اجزاء النباتات المختلفه دون الحاجه الى البذور او دون الحاجه الى الازهار. كنا خدناها السنه اللي فاتت في ثانيه اعدادي، خلاص ثانيه ثانوي، يعني في ايام ثانيه ثانوي الحمد لله. طيب كيفيه حدوثه؟ قال لي يحدث في بعض النباتات لانتاج نباتات جديده مطابقه له تماما دون الحاجه الى البذور ويتم ذلك بالانقسام الميتوزي. على فكره كنا بناخد حاجه يا اما السيقان يا اما جذور يا اما هو الجذور بالسيقان بس يعني. قال لي طبيعيا بيحصل طبيعيا بواسطه اجزاء مختلفه من النباتات كالجذر والساق والاوراق. اوراق؟ جت هنا اوراق ازاي يعني؟ بس ما علينا. طب صناعيا بعده طرق احداثها زراعه الانسجه النباتيه. يبقى احنا بناخد نسيج من القمم الناميه او نسيج من النبات ونروح نزرعه، وخلي بالك كنا بنوفر له هرمونات مهمه جدا، بعض الهرمونات طبعا وغذاء. وهنا يا عم نبقى خلصنا التكاثر اللاجنسي. اقول لك على حاجه، خلصنا ايه ده؟ مثلا التكاثر الجنسي فين؟ تعالى يا باشا، ده امتع حاجه، ده سهل جدا. بص اصلا بص خلص. التكاثر الجنسي يا عم اللي هو اسمه التكاثر التزاوجي. اول حاجه اعكس اللا جنسي. بقول لك انا مش هتكلم عن اللا جنسي، اللا جنسي كان سهل. الجنسي قال لي اول حاجه يا عم يتم عن طريق فردين. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده هناك شغل الفرد الواحد دوت وينشطر او يتبرعم او يكون لي جراثيم او يتجدد او يتكاثر خضري. مش هنا، مش عندنا الكلام ده. انا لازم يبقى في ذكر في انثى، وبما ان في ذكر وانثى يبقى انا عندي اجهزه متخصصه لانتاج الامشاج.
فقال له هو يا عم يتم عن طريق فردين من نفس النوع مذكر والاخر مؤنث. كلمه نفس النوع يا جماعه دي يعني مش ذكر وذكر، نفس النوع يعني بني ادمين يا بني ادمين. طيب قال لي يتم بواسطه اجهزه واعضاء تناسليه متخصصه، عشان بقى في ذكر وانثى، بقى عندي جهاز تناسلي انثوي وجهاز تناسلي ذكري. تمام. قال لي يعتمد على الحدوث والانقسام اتفاجئ يلا قولوا ايه ده؟ ما احنا عارفين اول مع اول تاني مع تاني، ميتوزي لا جنسي ميوزي جنسي. تمام. قال لي يعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي. اقول لك علل تقول لي ايه؟ لحدوث ظاهره ايوه مين؟ العبور، اللي كانت تعمل على تنوع الصفات الايه؟ الوراثيه. والحمد لله تعالى بس كده ايه في حته كده معلش. التكاثر الجنسي يا عم عمليه حيويه يشترك فيها فردين. تمام. طبعا عمليه تكوين الامشاج اللي هي الجميطات. يبقى اول حاجه بنعمل الامشاج عن طريق الانقسام الميوزي. تاني حاجه اخصاب. انا بحس ان انا لازم نجيب سبوره. احنا لازم نجيب سبوره. يلا يا باشا نختم الدرس او المراجعه، يعني الحمد لله نختم المنهج طبعا من الحته ديت. السبوره البيضاء ربنا يجعلها كده ايه امتحان ابيض عليكم باذن الله، يعني مش انت تبقى ابيض والورقه مش تبقى بيضاء، يعني يبقى لنا بيضاء باذن الله. انت اكيد فاهم. بص يا عم تعال نبدا من الخصي، وهنا نبدا بالانثى بالمبيض. اول حاجه الخصيه يا جماعه كانت بتعمل لي ايه؟ انا والله يا مستر كانت بتعمل لي حاجه اسمها حيوانات منويه. لكن المبيض كان بيديني حاجه اسمها بويضات. طيب دي اول حاجه. هي يا مستر الحيوانات المنويه يا مستر كانت كام نون؟ تقول لي والله يا مستر دي كانت نون واحده. تعالى نعملها بس كده. دي كانت نون واحده. لكن الخصيه كانت باتنين نون. طب دي كمان كانت بكام؟ باتنين نون عشان كان فيهم يساوي. وخلي بالك ان الانقسام ده بيحصل بالانقسام الميوزي. عرفنا بقى خلاص ميوزي عشان تكاثر جنسي. والبويضات كمان كانت نون. طيب عايز يا استاذ ايه الفكره بقى؟ ايه المشكله؟ قال لي ده كده بيحصل قبل الجواز، بيحصل عادي يعني اي حد بلغ دلوقتي بنسميه كرجاله بلغت الحلم، او كإناث بيبقى عندها اللي هي الطمس يعني، وكنا اخدنا درسناها اصلا كده في ثانيه اعدادي عادي. تمام. فقال لحضرتك بيحصل الكلام ده، بيحصل انقسامات ميوزيه، بيحصل بتكوين حيوانات منويه عادي طبيعي وبويضات. طيب عند الزواج بيحصل ايه يا استاذ؟ قال لي بيحصل عمليه اخصاب. وما هو الاخصاب يا استاذ؟ ده اكتر تعريف انا حافظه من ثانيه اعدادي. هو اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت. طب مين المشيج المذكر؟ اهو يا ابني مش مانع عينك ده، يبقى ده مشيج مذكر طبعا احنا عارفين يا جماعه، وده مشيج مؤنث لتكوين الزيجوت. طيب بص هو لو ده نون وده نون تعرف تجمع ولا ما بتعرفش؟ نون ونون 2 نون. تقول لي بقى دي اسمها ايه؟ تقول لي ده اسمه زيجوت، واقول لك كمان ليه اسمه بويضه مخصبه. جميله والله العظيم يا جماعه، الحته دي جامده ممتازه، بلعب بالالفاظ فيها في الامتحان والبروفه قربت خلي بالك. فقال لي يا باشا والله البويضات دي بويضه مفردها بويضه، لكن دي بويضه مخصبه. يعني ايه مخصبه؟ يعني بقى فيها حيوان منوي، بقت نواتين، اندماج نواه المشيج المذكر مع نواه المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت الاتنين نون اللي فيه العدد. الاتنين نون دي كده بنسميها العدد كامل ولا نصفه؟ العدد كامل. طيب ده انقسام ميوزي. قال لي من بعد كده بقى بيبدا يحصل حاجه اسمها انقسامات ميتوزيه. تقول لي واه يا مستر الكلام ايه ده؟ واحنا في الميتوزي ولا الميوزي؟ هقول لك يا حبيبي ماشي، ما احنا لحد هنا كده كنا ميوزي انقسام ميوزي كوننا دول. خلاص بقى احنا مش محتاجين ميوزي. انت دلوقتي مش هقول لك كطفل، كخليه وعاوز تنمو. ايه انقسام ميتوزي وعايز تعمل لي عمليه نمو، تنمو من خليه الى جنين ومن جنين الى شحط كبير. تعمل ايه؟
تعمل لي انقسام ميتوزي. هو كان اهميه الانقسام الميتوزي اصلا اول حاجه نمو الكائن الحي، تاني حاجه التئام الجروح وتعويض التالف، تالت حاجه اتمام عمليه التكاثر اللاجنسي. بس انا هنا مش في التكاثر اللاجنسي، ايوه بس خلصت اصلا، انت خلاص لحد هنا كده انت خلاص، انت كده خلاص بقيت كائن حي جديد تنمو، محتاج تنمو. هل انت هنا بتحصل انقسام ميوزي؟ لا، هو انت معلش يعني انت وانت نطفه في بطن والدتك محتاج تكاثر، محتاج اصلا انقسام ميوزي ليه؟ هتكون امشاك دلوقتي يا ابني، انت ذات نفسك لسه ما تكونتش، فانت محتاج تنمو. طيب عشان يكون لي جنين والجنين ده يكبر ويبقى عنده سنتين 3 4 15 سنه، يبقى زي حضرتك كده، والله يا جماعه يعني اخرتها ايه؟ متر في متر. يعني ذاكرنا ما ذاكرناش اخرتها متر في متر، بس بالله عليك ذاكر على الاقل خالص تبقى بامر ربنا، وانت ضميرك راضي عن نفسك وراضي عن حالك وراضي عن مذاكرتك. تمام؟ والله يا جماعه انا ما بحضرش كلام، انا لازم احضر كلام عشان اقوله لك، والله الكلام ده كله نابع من موقف. فالمهم يا صديقي العزيز احنا خلصنا المنهج، مش عارف بقى محسن هيعرف يعمل لنا ضرب نار وكده ولا لا، بس يعني تخيل احنا عملنا ضرب نار ماشي. محتاج يا مستر مني، محتاج طبعا من حضرتك ان انت تعمل اشتراك ولايك وكومنت كويس كده وشير لايك طبعا احنا قلنا، وتصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، وتستعد للمراجعات النهائيه باذن واحد احد، وطبعا تستعد للترم الثاني ان شاء الله كده، يا رب يوفقكم باذن الله، ويا رب تجيبوا 140 من 140 ترم اول و140 من 140 ترم ثاني، ونقفل كل المواد باذن الله. طيب قول ورايا يا عم: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.